تحياتي لبنك مصر، تحياتي للبنك الاهلي. لا هو بنك مصر اتلخبطت يعني، دي كانت تحيه للبنك الاهلي عشان خلصنا يعني من اسلحه الفاسده. اسلحه فاسده دي مش اسلحه. طيب بس فاسده، هو خلصنا من الفساد فاسده يعني. شكرا لطلع حرب يعني. مش طلعت حرب يعني. انت حافظ القطاع المصرفي غلط يعني. انا ممكن ازعلك على الجمله اللي انت قلتها دي. انت اي قياده بتروح رايح فيها. خلاص هو مش هو كله عارف يعني كله عارف البنك التوب فين. هو كله عارف. رئيس البنك الاهلي اسمه ايه؟ استاذ خالد الاتربي، استاذ محمد الاتربي، واستاذ مستر محمد الاتربي. خالد مين يا اسطى؟ يا جماعه انتوا جايين حياتي والله. انتوا جايين يا جدعان. هو ده البنك المركزي التونسي يا جدعان. انتوا يا جدعان فين؟ انا عايز اشكر والله العظيم استاذ محمد الاتربي والله العظيم رئيس البنك الاهلي، واستاذ اللواء اشرف نصار علشان ده رئيس نادي البنك الاهلي، وكابتن طارق مصطفى لانه المدير الفني بتاع البنك الاهلي، سامي الشيشيني عشان مدير كره النادي الاهلي. ما يلا ما حصل في البنك الاهلي. اسال نادر كده مين رئيس السي اي بي هيقول لك تامر حسني. لا انا عارف. استنى بس والله بتاع السي اي بي انا مين بقى؟ بشجع تشيلسي على تويتر. مستر هشام عز العرب. مبروك أيوة. مستر هشام. أيوة. فوز تشيلسي ببطوله كاس العالم للانديه. أيوة. انتوا 4 سنين واستاذ عمرو الجنايني برضه في السي اي بي. واستاذ عمرو الجنايني واحمد جمال سلوسي شغال صاحبي شغال في السي اي بي. ثاني انتوا لما بتقولوا الاسامي دي هتاخدوا حاجه؟ لا بس بنشكر. لا هو تحيه رايحه طايره كده. عايز يداري. عايز يداري. خد القطاع المصرفي فاهم؟ عايز يداري. احنا يا جماعه داخلين سيد عبد الله نيمار ومصطفى شلبي بعد ما خلصنا في الخمس دقايق ما دخلناش في اي حاجه. يا عم هو في حاجه. انا برجع كل يوم. لا طبعا انت هتروح الشروق امتى؟ هو يروح مش هيرجع. يا دوبك على ما يوصل مش هيعرف يرجع تاني. خلاص بقى هو هيعرف يجي من الشروق بعد كده. ملوش حجه. خلصنا ولا يا استاذ محمد حسن فيها زمالك 350,000 كيلو تاني. خلصنا خلاص. انا بس كنت مستني الخفافه واللطافه لما يخلصوا. خلاص الناس فهمت يعني. نبتدي زمالك بس احنا ما قلناش حاجه. ما قلناش مش حاجه ومش هنقول. نبتدي زمالك. نبتدي صفقات الزمالك. بسم الله الرحمن الرحيم. صفقات الزمالك: شيكو بنزا، عمرو ناصر. مش عمر يا استاذ، عمرو ناصر. كنت غلطان في الاسم الثاني مش الاولاني. تمام اصلا. ماشي. احمد شريف، برافو عليك. والمهدي سليمان. دول الرسمي. في حد تاني معلش؟ طبعا في حد جاي. في ادم كايد. في لا ادم خلص برضه. ادم خلص خلاص. لا حتى تصوير الحلقه يعني انت بتتكلم حتى تصوير الحلقه. طب انا اسف ممكن نقول للناس احنا هنصور امتى بالظبط عشان لو حاجه حصلت؟ هنصور يا جماعه النهارده ايه؟ 15/7 الساعه 10 بالليل. ماشي. اي حاجه بعد كده خارج عننا. ادم هيتعلن عنه الساعه 11 فاهم. هنصور. احنا الحلقه نازله بكره اللي هي النهارده اللي انتوا بتشوفوها دلوقتي. تمام خلاص يا عم. المايه خلصت وشايل بقى الليبل وبتاع. لا سبونسر اعلان مدفوع الاجر فاهم. بس يا جماعه بالله يا جماعه احنا بقى لنا كتير عايزين نخش في ماشي. تمام. اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم. اول صفقه تقريبا اعلنا عنها وهو كابتن المهدي سليمان. ممكن هبدا انا وكل واحد يقول رايه في كل صفقه. احنا بس قبل الكلام ده كله معلش يا جماعه انتوا معانا يعني. احنا هنتكلم في الصفقات اللي جايه، الصفقات المتوقع تيجي، اللعيبه اللي مشيت واللي لازم تمشي. تمام. ويانيك بقى هيعمل ايه بالناس دي؟ ماشي ده ممكن لو لحقنا، وممكن كده ليه لسه في حاجات تانية. تمام. مفيش ترتيب يا جماعه. احنا صباح الفل على الله بنفتح الكاميرا وبنتكلم معاكم زي ما انتم شايفين كده. حاجه عبثيه جدا. انت عارف ان الدوري فاضل له تقريبا اقل من شهر عشان يبدا؟ انت عارف النقطه دي؟ لا يا عم وان احنا لسه بنحاول نخلص لسه نلم ورقنا وبتاع. يا عم خلاص بقى يا عم بقى ما تقعدش بقى انت بتندب لي. لا والله العظيم في معلومه ده بجد بقى يعني بعيدا عن اللي بيحصل هنا في الكره المصريه. ايه بقى؟ بس الفيفا كانت قالت لك ان اللعيبه لازم ليها 3 اسابيع أيوة. تحضير قبل اي موسم. تمام. يعني هو التحضير رسميا أيوة. الاجازه بتاعت اللعيبه تنتهي قبل 3 اسابيع بالظبط من بدايه الموسم. واي دوري في العالم لازم ما بين كل مباراه ومباراه 72 ساعه. ده اللي بيمارسوا كره القدم. احنا بنمارس كره القدم يعني ما فيش فرقه مثلا يعني جو الدوري الانجليزي ان هم يلعبوا كل 48 ساعه. رد عليا احنا دول اللي بيمارسوا كره القدم. لا انا بتكلم عامه يعني. بس خلاص يا باشا انت بتتكلم كجنرال. احنا اول حاجه صفقه يا عم خلاص بقى جوارديولا قاعد جنبي اخر بق في ايه يا عم بقى يا عم وبتعمل ايه بقيه الحلقه؟ هنخش حمام بقى. في ايه يا عم؟ المهدي سليمان. في ناس كتير جدا انتقدت تعاقد المهدي سليمان. سنه كبير مش عارف ايه كذا كذا كذا. انا وجهه نظري يا جماعه المهدي سليمان 38 سنه بس السيزون اللي هو خلص ده كان عامل اداء كويس جدا مع الاتحاد السكندري.
عمل ماتشات كبيره قدام، عمل ماتش كبير قدام الاهلي تعادل فيه 1-1 وكان سبب كبير جدا. ماشي خلاص ماشي، انا معايا انت. انا سايبك ماشي، كل واحد بقى براحته بقى. ماشي. تمام. تاني حاجه، هو فري، مش هتدفع جنيه مرتبه العادي جدا. هل هو أسوأ من اللي موجودين؟ ما اعتقدش. هل في احسن منه في الدوري بفارق؟ مفيش. في يا عم ماشي بقى خلاص والله ماشي، ما انا ماشي الكلام صح. في الدوري في علاء بتاع الجونه، تمام، بس شوف الجونه طالب تقريبا 40 مليون 30 مليون حاجه كده عبيطه كده. تمام. فانا مش شايف ان هي لا، صفقه عادي كويسه جدا. ان انت ممكن حتى كمان صبحي يروح بيراميدز في صفقه تبادليه، في حاجه ان انت تفيد مركز تاني مش عارف ايه. فانا شايف ان هي صفقه بالنسبه للزمالك طبيعيه جدا، والزمالك كسبان منها. وانا بقول لك اهو، انا حاسس بنسبه كبيره ان هو ممكن يبقى الاساسي في بدايه الموسم. اساسي. انت ابدا بقى. انا ده بالنسبه طيب. للمهدي سليمان. طيب انا هقول رايي بس في موضوع المهدي سليمان. في ناس بقى انتقدت التقديمه وفي ناس انتقدت. انا مشكلتي بقى مش في التقديمه، المهم ان اللعيب يجي، المهم ان اللعيب يجي بس يقعد يتدرب مع مع الفرقه كده وتشوف الدنيا بتاعته وبتاع. المهدي سليمان 38 سنه، تمام. انا مش مستني من نادي سليمان حاجه اعلى من اللي هو ان هو يبقى الحارس الافريج. تمام، خلينا واضحين ان كل حراس مصر كلهم افريج، يا اقل من الافريج. تمام، مفيش حارس في مصر منور انا شايف مثلا خلال الفتره اللي فاتت دي كلها غير هو واحد مثلا ممكن اقول يعني ها فوق المتوسط شويه، مصطفى شوبير. ومصطفى شوبير طبعا معروف في الاول وفي الاخر هو هيفضل موجود في الاهلي يعني. بس انا مش شايف ان كل حراس مصر ده اكتر مركز في مصر واقع من ايام عصام الحضري. اكتر مركز انا ما شفتش حارس في مصر او حارس مصري محافظ على استمراريته. ما قلتش الجمله الانجليزي اللي انتم ما تحبوهاش، تمام، غير فعلا من بعد الحضري ما فيش غير مثلا معاذ الشناوي، مثلا محمد الشناوي شويه وبيعمل دروب. احمد الشناوي طبعا احنا عارفين، احنا ادرى الناس يعني عارفين الدنيا. فالمهدي سليمان انا مش متوقع منه حاجه، مش هيجي مثلا يبقى حارس الخارق اللي يشيل الفرقه ويبقى هو اعظم، لا خالص. تمام. بس انا مشكلتي كلها في الجزء الثاني من كلامك. استنى بس، مشكلتي كلها في الجزء الثاني من كلامك ان مين اللي هيمشي. يعني مهدي سليمان احنا طبعا مش هيبقى موجود معانا 3 حراس، انا متاكد من الموضوع ده. هنضحي بقى بمين؟ هنضحي بعواد ولا نضحي بصبحي؟ وكل واحد فيهم ليه ميزه في التضحيه بيه. عواد عقده اكبر من صبحي، فبالتالي ان احنا هنا هنوفر فلوس بالنسبه لعواد، وعواد سنه اعلى من صبحي. طبعا انا مش يعني، بس الفكره ان انا احافظ على الحارس الصغير في السن، الحارس اللي لسه بوتنشال ان هو يتطور يبقى احسن مع مدرب الحراس اللي جاي مع يانيك فريرا. انا مش عارف بالظبط جنسيته ايه، بس كويس يعني حارس ممكن يجي منه في المستقبل يبقى هو عمود فقري للنادي فيما بعد. لكن في حاله بيع صبحي احنا نستفيد من صبحي ماديا اعلى من عواد، وهيبقى بالنسبه لنا لو دخلناه في صفقه تبادليه مع بيراميدز الموضوع هيبقى افضل، ان احنا هنقدر ناخد من بيراميدز لعيبه ثانيه ممكن بقى ندخلها في صفقات تبادليه تكون افضل لينا. فكل واحد فيهم ليه ميزه، انا ما عنديش مشكله معاه. بس انا الفكره كلها بالنسبه لي ان انا المركز ده احنا عانينا يا جماعه بسبب عدم سلكان النيات ما بين الحراس. لو تفتكروا فؤاد جنش وابو جبل، وكان عواد ثالثهم، وسبحان الله لقينا فجاه عواد هو اللي بقى بيلعب عليهم، لان هم الاثنين ما كانوش مركزين اصلا في الكوره، كل واحد فيهم كان مركز بره الكوره. فانا عايز ببساطه ان يبقى في حارس كبير سنا ومقاما وخبره وحارس صغير معاه. فانا مع، بصراحه انا مع نقطه ان صبحي اللي يكمل وعواد اللي يمشي، ده رايي انا الشخصي. يعني انا عايز المهدي يكمل عادي وصبحي تحت عادي، تمام. لكن في حاله ان صبحي اتباع يبقى صبحي لما يتباع او لو دخل في صفقه تبادليه نبقى احنا طالعين كسبانين، مش زعلانين ان صبحي اتفرط فيه. بس انا مش هزعل ان صبحي اتفرط فيه. انا بقى ده رايي الشخصي. تمام كمل. ببص لقدام بس يعني. نتكلم بقى. نقول ان مهدي سليمان ده بالنسبه لي انا لحد دلوقتي في اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها الصفقات اللي اعلنت كلها دي اهم صفقه بالنسبه لي انا شخصيا. ليه؟ لان مهدي سليمان بالنسبه لي انا لو هنقول كل حراس مصر متساويين زي ما احنا كلنا متفقين في ده، بس لو هنتكلم لو هنحط احسن 5 في مصر في مهدي سليمان منه بالنسبه لي انا شخصيا. هو انا اسف اوكي. الناس مش ملاحظه ان المهدي سليمان لو جينا ركزنا كده على اخر تجمعات للمنتخب هو ضد الزمالك اهلي بيراميدز، أيوه هو المهدي سليمان اللي موجود. أيوه. تمام. بس فالمهدي سليمان بالنسبه لي انا في التوب 5 في مصر يعني. وبالنسبه لي انا برضو مش اثار الجدل، ده كلام منطقي، اي حد بيفهم كوره هيقول كده. مهدي سليمان احسن من عواد وصبحي. انا لسه يعني ماشي. يعني اي حد في المركز الحراسه ده بيدور على حارس يبقى واقف المدافعين واثقين فيه، فهو المهدي سليمان اكتر من صبحي وعواد. ماشي. بالنسبه لي صبحي مع كامل احترامي لكلامك مش بوتنشال بربع جنيه. احنا لما نيجي نقول حارس بوتنشال نقول واحد زي مصطفى شوبير اصغر من صبحي بثلاث 4 سنين، ماشي، واخد ماتشات اقل، في الماتشات الاقل دي اثبت نفسه. لكن صبحي خد فرص كتير جدا، عنده 26 سنه، تمام، ما اثبتش نفسه، فهو مش حارس بوتنشال ومش حارس هيجي منه حاجه. يعني مش الحارس اللي انا كمان 5 6 سنين اقول ده يبقى اساسي منتخب مصر، تمام.
خصوصا ان هو كبر في السن، يعني دوناروما 24 سنه صباح الفل. مش الفرق ايوه لا انا بتكلم يعني شوف الفرق الكواليتي انا فاهم الحراسه. عواد بالنسبه لي الحارس الوحيد اللي بيقف في الزمالك ما بيعملش مشاكل، واكبر دليل احنا كنا في الاستاد وشفنا لما المشكله حصلت في ماتش بيراميدز اللي عملها صبحي ما عملهاش عواد. كل حاجه كل حاجه عشان دي معلومه. هو اقل واحد بيعمل مشاكل، لكن هو بيعمل مشاكل بس بتتلم جوه. ايوه ليه بقى؟ عشان اي مركز حراسه في اي نادي في العالم هيحصل فيه مشاكل، لان هو ده المركز الوحيد اللي لا يقبل القسم على 2. تمام. انا مش هينفع ضد الاثنين اوقفهم، فاهم؟ في واحد هيقف وفي واحد تك. المهدي سليمان انا شايف ان هو جاي حارس اساسي للزمالك، لان الزمالك مش هيجيب صفقه حارس مرمى الا لو هيلعب اساسي. تمام. فما فيهاش اوبشن ان انا جايب حارس بديل، لان لو جاب حارس بديل طبعا عنده صبحي وعواد. تمام. هبدل ما بينهم. فانا شايف ان مهدي سليمان ده اهم صفقه لحد اللحظه دي. مهدي سليمان اساسي، والمهدي سليمان مع الزمالك عنده بوتنشال وهو عنده 38 سنه يبقى حارس اساسي في المنتخب. تمام. ماشي. انا بالنسبه لي مهدي سليمان يا جماعه ده صفقه فعلا. بمناسبه ان انت قلت الانترو، فكره ان هو لابس سرقه وبتاع، احنا فعلا سرقنا واحد، احنا فعلا سرقنا حارس مرمى كان ممكن يروح بيراميدز بسهوله جدا، يرجع بيراميدز، هو كان في بيراميدز يرجع بيراميدز بسهوله جدا. كان ممكن يروح لو الشناوي هيمشي من الاهلي كان ممكن يروح الاهلي. فلا انا بالنسبه لي انا شايف المهدي سليمان ده هو لغايه دلوقتي صفقه الموسم. تمام. نيجي للصفقه الثانيه اللي اعلنوها تاني صفقه على طول، هو شيكو بنزا. تمام. شيكو بنزا حاسس ان هيبقى في خناقه دي بيننا احنا الثلاثه دي، مش خناقه يعني، كل واحد يعني المهدي سليمان دي عدت ان احنا كل واحد فينا ليه راي، وفي الاول وفي الاخر مركز يا جدعان حراسه يعني ماشي يعني لا ما كانش هو مش هو الصداع اللي احنا كنا. لا صداع، لا مش ماشي. ايه ده ازاي؟ لا مش ده. مش طب خلاص بقى احنا عدينا يعني اصل احنا خلينا اقول لك لان احنا الثلاثه اجمعنا ان حراس مصر كلهم في نفس المستوى. لا بس الزمالك اقل من المستوى، الاثنين بتوع الزمالك اقل من باقي. عدينا الحته دي خلاص، عدينا الحته دي خلاص، شكرا. ماشي. شيكو بنزا وينج شمال عنده 26 سنه. واضح من فيديوهاته، عشان احنا ما حدش يعني بيتابع الدوري البرتغالي يعني والدرجه الثانيه البرتغالي، والسنه دي كان بيلعب الدوري الممتاز البرتغالي والكلام ده والبروسي. تمام. يعني عموما يعني عند الابارسا ولا احنا شفنا من فيديوهاته لعيب حريف قوي وسريع، لكن ارقامه سيئه جدا. تمام. هل ده علشان الفريق اللي بيلعب معاه؟ هل ده علشان دماغه ان هو ما بيلعبش في فريق بينافس؟ مش عارف، حاجات كتير جدا. لكن في حاجه الناس مش واخده بالها منها، ان هو الفتره اللي فاتت بدا يروح منتخب انجولا، وبدا يبقى موجود، لعب قدام المغرب، لعب قدام الكونغو الديمقراطيه في تصفيات كاس العالم. لعيب دولي يعني، ما خلاص. لا ما هو مش لعيب دولي، هو بقى يخش في المنتخب وبقى ينزل. يعني تقريبا لعب 5 ماتشات، منهم 2 تقريبا اساسي، حاجه زي كده، وبدا ينزل ولعب قدام منتخبات كبيره زي منتخب المغرب على اشرف حكيمي، وعدى منه كذا لقطه بتاع مش عارف ايه. ده ريسك. الزمالك جايبه بكام؟ جايبه بحوالي 600 وحاجه الف دولار. 150,000 دولار ماشي. كنا ممكن نجيب احسن، ممكن، لكن ده ريسك الزمالك واخده. يا اما هيكسر الدنيا وهيبقى خطفه زي بنتايج، يا اما هنلبسه زي اللي قبل. تمام. الفكره اللي انا بقولها او انا وجهه نظري فيها ان الزمالك يا جماعه صعب جدا بالموارد الماديه دي يجيب لعيب اجنبي سوبر ستار قوي. تمام. هو اعتماده على اللعيبه دي، اعتماده على لعيب زي شيكو بنزا سكاوت مش عارف ايه، ارقامه مش احسن حاجه بس ممكن يجي ينفجر معانا. نفس اللي حصل في حته بنتايج كده. بلال ولد الشيخ الوينج الشمال اللي بيقولوا خلاص بيخلص. دي بعدين بقى. ما انا هقول لك بقى حته سكاوت بما اني قلتها يعني. بلال وينج مين؟ وينج، ما انا بقول لك الناحيه الثانيه، الحته الثانيه. تمام. ان برضو ده لعيب بيلعب في الدوري الدرجه الثانيه الهولندي مش عارف ايه، 27 سنه. الحته بتاعت السكاوت بقى اللي هو ايه، والله احنا جايبين لعيب ما نعرفش عنه حاجه وارقامه وحشه جدا بس ممكن يجي ينفجر معانا، واخدين ريسك عليه وهنشوف. ودي وجهه نظري. انا مش هحكم عليه بفشل او نجاح لحد ما اشوفه قدام عيني في الملعب. ماشي. بس ده بالنسبه لشيكو بنزا. ابدا. طب انت بدات بيه المهدي، خش بيه هو شيكو بنزا. ماشي تمام. انا قلت انا في شيكو بنزا عشان عندي كلام صح. والله يعني ماشي. اللي هقوله ده بقى يعني فاهم يعني نسيبه يا رب يبقى ميسي، فاهم؟ بس انا بالنسبه لي شيكو بنزا ده انا بالنسبه لي ابراهيم انضاي يعني، فاهم؟ نسخه جديده من ابراهيم انضاي.
فاهم ليه؟ لان اولا هو اللعيب المهاري مش مؤثر. يعني فاهم، اللعيب المهاري اللي هو ماشي هعدي لك واحد اتنين بس مش هعمل حاجه، فاهم. ابراهيم فان دايك كان مهاري. لا ابراهيم فان دايك كان كويس على فكره، يعني كان في الواحد على واحد مش خرا يعني، فاهم. بس مش هعمل حاجه، مش هتعمل بيه حاجه في الاخر يعني. فبالنسبه لي شيكو بنزا ده، وخلي بالك هو لما لعب مع منتخب انجولا كان اساسي في البطوله اللي هي كوسوفا ده. لا هو لعب تصفيات كاس ايوه لاعب العالم. التصفيات دي بس كان قاعد دكه مش اساسي. انا انا بقول لك قلت بقى لعب الماتشات 5 اللي هو ماتشات. لعبها اساسي ماشي. في بطوله اسمها كوسوفا. عارف اللي بتاعت ماشي. غرب افريقيا. ايوه دي عامله زي دوره حوض النيل كده، فاهم يعني. لا فاهم. بس مش قصدي، انا اسف ان انا بس أيوة. انا في حاجه بس اعدلها لك. ماشي. هو اخر الفتره اللي فاتت بتاعت التجمعات اللي هي هنقول من اول السنه هو بدا يروح منتخب فعلا. ايوه وتجمعات ماشي انا منتخب، هسالك في فاهم. حاجه معلش يا جماعه بس يعني دي مش بره القصه، جوه القصه. انا مش في بدافع فرق، عنه، ايوه انا في فرق بقول ان لك انا معلومه. اقول لعيب منتخب زي بالظبط مثلا سيد حمدي كان هداف دوره حوض النيل. تمام. سيد حمدي ده تقدر تقول ان هو لاعب اساس مع منتخب مصر بالرغم ان هو كان بيروح تجمعات منتخب مصر؟ لا. فشيكو بنزا ده لعب في بطولات مش مشهوره قوي اساسي وخدها. استغرب حوار بس ما اقدرش اجي اقول ان شيكو بنزا ده لعيب بوتنشال في المنتخب. انا ما قلتش، ما خلي بالك بس انا ما قلتش انه لعيب دولي. ايوه انا قلت انه الفتره اللي فاتت بدا يتاخد في المنتخب. بالظبط. انا بالنسبه لي بقى شيكو بنزا ده يعني فكره ان انا اخد في مكان محترف، لان خلينا احنا لسه هنيجي في اللي هيمشوا. ماشي. انا مش عارف هيمشي من عندي كام محترف. ماشي. انا ماشي مسلوسي، لسه في 4 تانيين مش عارف مين ماشي. منهم قاعد ومين ماشي. تمام. طبعا. فانا ان انا اخد واحد شيكو بنزا ده اللي انا جايبه مكان المسلوسي اللي هو لسه مروح. ماشي. فان انا اخد مكان المحترف في لعيب زي شيكو بنزا، لا يا جماعه يعني معلش انا اسف. انا شايف ان احنا كنا ممكن اي لعيب في الدوري المصري شبهه. يعني هو مش فارق في اي حاجه على اي لعيب في الدوري المصري. تمام. مش فارق في اي حاجه بالنسبه لنا. اكيد فرق عن اللي عندنا لان اللي عندنا ده لا يذكر يعني. لكن اي لعيب بقى غير اللي عندنا بيلعب في نفس مركزه في الدوري المصري، لا الراجل ده مش فارق عنه. يعني هو مش فارق حاجه عن احمد عادل ميسي مثلا. يعني فاهم، مش هيفرق حاجه. فانا ان انا اخد مركز المحترف ده وانا ميت على الجبهه دي. انا بقالي يا جماعه من ساعه بن شرقي مفيش لعيب بيعدي في الزمالك واحد على واحد. هات لي لعيب كده انت مستني الكوره تروح في رجله يعدي واحد على واحد. 3 سنين. في 3 سنين مش لاقي وينج. شمال. فيوم ما يبقى ده اول صفقه كوينج اجيبها رسميا كوينج، انا ماليش دعوه احمد شريف بيلعب وينج ولا لا. الراجل ده بالنسبه لي بيلعب كوينج، جايب مسماه ان هو بيلعب وينج، ده مستواه دي كارثه. فانا الصفقه دي شايفها يعني ما علينا بقى من مسماها بس ريسك يعني. لا دي حاجه من الحاجات القديمه من بواقي الصفقات اللي كانت بتيجي زمان. مصلحه. ماشي. دي صفقه جايه مصلحه، ما عنديش مشكله ان هو يجي مصلحه وان انت تجيب صفقه مصلحه، بس هاتها المصلحه دي في مصريين ما تجيبهاش في محترفين. طيب. ما تاخدليش مكان محترف في لعيب زي ده. ماشي. يا رب يتالق بس الراجل ده مش هيعمل اي حاجه. ماشي. بس طيب انا بس هبدا من حاجه بس قالها نادر، ودي بصراحه ضحكتني ان هي فكرتني بحاجه. يا جماعه احنا اتلسعنا من كلمه فيديوهات دي في حد انا يعني بجد بستحرم لما افتكر اسمه والله العظيم كده. المغفور اليه كونراد ميشالاك. تمام. يا جماعه بصوا اقول لك على حاجه. النقطه فكره الفيديوهات دي، انا كرهت فيديوهات اليوتيوب وكرهت كميه الهايلايتس اللي بتطلع للعيبه قبل ما تجيلنا، لان الموضوع ده بصراحه خانقني جدا. تمام. وبحس ان هو اشتغاله مش اي والله، بس فكره ان هي يا جماعه خدوا ده فيديو مثلا 4 دقايق ونص يمثل كل مهارات اللعيب قبل ما يجي لك قبل ما يجي لك الزمالك مثلا. ويلكم تو الزمالك شيكو بنز، تخش على الفيديو تلاقي تراك كده اي اغنيه انجليزي. تمام. والراجل عمال بيرقص والراجل عمال بيجري والراجل عمال بيرفع اوفر. ماشي. كل الكلام ده انا ممكن اطلع لك مصطفى شلبي عادي ان هو لعيب كوره، ده شيء صعب اصلا. بس هي الفكره هنا يا جماعه شيكو بنزو زي ما قال الزمالك كده، هل ده الكواليتي اللي يستاهل ان انا اضيع مكان محترف عليه بالفلوس اللي جه بيها؟ نادر مثلا قال طب ما هو ده يا جماعه البادجت اللي احنا قادرين عليه دلوقتي. هو ريسك ان احنا نحط فيه الفلوس دي. تمام. ويجي والله ونشوف والله جه منه ما جاش منه. بس انا معلش انا اسف، لما ببص على محترف، المحترف ده هيجي هيقبض بالدولار وهياخد مكان عندي مهم، وهبقى هو ده اللي بالنسبه لي ده الامله في الفرقه لما بيجي يلعب. لازم ابص على حد فرازه. يعني لازم ابص على حد لما اعطل يا جماعه بصوا لشيكو بنزا هو هيتصرف، هيجيب لك جول، هيعدي واحد على واحد كده ويروح يعمل هجمه يخلص بيها. يعني انا دايما الريفرنس هيفضل في دماغي بن شرقي، هيفضل دايما الريفرنس في دماغي حد يا جماعه وينج يقدر يسجل. الوينج مطلوب منه يسجل ويصنع، يسجل ويصنع. الواحد على واحد على عيني وعلى راسي، ما عنديش مشكله. الجماليات ما فيش اكتر منها. تمام. بس انا اسف، انا عايز لعيب مؤثر يا جماعه. احنا الهجوميا بصوا يا جماعه الاحصائيات من السنه اللي فاتت هجوميا الموضوع كارثي. احنا بدون ناصر منسي السنه اللي فاتت احنا كان زماننا في مركز ربنا يعلم بيه. احنا كان زماننا تحت في المنطقه تحت الدافئه. موضوع وحش قوي يا جماعه. تمام. فلما عندك بقى الفرصه تعمل ابجريد، يعني مش هقول لك فرح الجمهور يا عم بقى، مش بقول لك بقى هات اعلى حاجه في الدنيا، بس بص بقى وبص لسبب بسيط.
احنا بنعد على صوابع ايدينا الانتقالات اللي فاضله اللي هتاثر في مستقبل الفريق، ان احنا ممكن ننافس في افريقيا على امل ان احنا نوصل لحاجه اعلى من كده اللي هي كاس عالم بقى. احلام بقى لسه قدام، بس احنا معلش احنا لسه عايزين نخش السنه اللي جايه منافسه عشان نوصل للمركز الاول والثاني اللي ودينا افريقيا. احنا فاضل لنا بالظبط يا جماعه فرصتين على ان احنا نروح كاس عالم انديه. قول. انت بعدت لي جدا. بعدك طبعا. لا انت بعدت. انا دلوقتي بتكلم على اللعب بس، خلينا في الحته دي. انا عارف ان انا بتكلم على لاعب. لا، ما هو عشان ناخد، ما انا هفهمك حاجه بس بالراحه. ماشي. احنا بناخدها لعيب. انت دخلتني في كاس عالم هقول لك ليه لان بسبب بسيط. انا معلش كل اللعيبه المصريين بالنسبه لي سواسيه الا معاذ الله هو بيطلعوا على بعض كده. الاجنبي ده هو المفروض اللي انا هرمي تقلي عليه كامنيات كجمهور. صفقه فاشله انت بالنسبه لك هي. انا بالنسبه لي يا باشا زي اللي فات ما عنديش ما فيش امارات. طول ما انا مش شايف محترف ان هو عنده امارات سابقه تمام. وبص على اي محترف دخل مصر لو ما عندوش امارات سابقه ان هو كان ناجح قبل كده في مكان نجاح باهر حتى لو مستواه نزل بعد كده تمام. ودايما هفضل اضرب المثل بن شرقي حتى لو راح الهلال وراح لانس بعد كده، بس عنده وداد، عنده هيستوري يا جدعان. فشيكو بنزا انا مش شايف بصراحه نقطه منتخب انجولا دي مؤثره. مش شايف نقطه اصل هو كان في الدوري البرتغالي درجه ثانيه ولا دوري القبرص وكل الكلام ده. ريسك على عيني وعلى راسي، بس انت المفروض كاداره مخلي بالك قوي في كل مليم هتدافع في محترف، لان دول تفاحه الفريق، دول اهم حاجه في الفرقه اللي انت هتبني عليهم يحققوا لك كل الاحلام اللي احنا لحقنا قلناهم دول في السنتين دول تمام. ده اول واحد طار كمكان محترف وربنا يستر فيه. لكن انا بصراحه لا هديله حلو قوي بالنسبه له 20% ممكن نجاح. 20% قوي حلو قوي عليه. نخش في بتاعته بس. ثالث صفقه وهي عمرو ناصر. طب اقول انا رايي فيها الاول ونعدل الترتيب ايه يعني. فاهم النقطه يعني. اتكلم بعد كده نمشي كده من على الشمال. انا اسف لو بوظها لك انا بقى استاذ نادر شاهين يعني. بوظتها من بدري بس انا بوظتها من بدري. اوعى تنزل الفيديو بتاع الاول بس. طيب تتكلم على عمرو طبعا الحرب راجع يا عم. ماشي انا ابن مصر. العسيلي بقى وهو في الابراج بتاعت المعادي دي يا ناس. معلش يا جماعه احنا اسفين. احنا عارفين ان مركز المهاجم ده مركز ملعون. اسمه ايه؟ في عمرو ناصر. ماشي. عمرو ناصر فيه يا ابني. والله انا كانت مشكلتي في عمرو ناصر ولا عمرو حاجه ثانيه عادي مش مشكله. حاجه ثانيه دي كارثه يعني. لا عادي لا يعني تمام عادي مش مشكله. لان جه في دماغي لعيب ثاني والله فعلا شبه الاسم يا باشا. اللعيب زي الفل وتقديم عمرو نادر ولا ايه؟ لا عمرو ناصر. ايه الشاب خليه يقول الكلمتين بقى يا عم. زي بس اقول لك على حاجه. خلينا نروح في عجاله هو مهاجم ما عنديش مشكله خالص معاه. وده شفناه في الدوري المصري وعامل ارقام كويسه على قد ما هو فعلا لفرقه فاركو حاجه كويسه ما فيش مشكله. والمهاجمين المصريين برضو بالنسبه لي زي مركز حراسه المرمى يتعدوا على الصوابع. يا اسطى عمرو ناصر. يا والله قلت عمرو ناصر. لا قول لي مين عيان. والله عمرو ناصر. وجهه نظرك في عمرو ناصر. مهاجم فاركو السابق كابتن عمرو ناصر المنتقل حديثا لنادي الزمالك. حلو. لا قول لي بجد يعني ماشي. هو قصده ما تدخلناش في فرعيات. انا بالنسبه لي المهاجمين المصريين نفس فكره المهاجم المصري هي نفس فكره حارس المرمى المصري. انا شايف ان كل المستويات قريبه من بعض يعني. حتى لو كنا جبنا محمد شريف كان برضو هيبقى نفس النقطه بالنسبه لي. فانا اتمنى ان هو يبقى اضافه لو مثلا احتاجنا. ناصر منسي كده مهاجم اساسي بالنسبه لنا احنا عارفين تمام. مع الاجنبي ان كنا هنجيب اجنبي لسه هنقول في الصفقات المتوقعه يعني. بس انا بالنسبه لي عمرو لا كويس واضافه للفرقه واحتاجه في البطولات اللي هنشارك فيها. فاكيد هي اضافه بالنسبه لي. اضافه بقى مؤثره او لا هنشوف بقى. دي اللي فعلا اتفرج. انا استنى لما احتاجك وتنزل كده تاخد ماتشات وتاخد وقت اشوف الدنيا بالنسبه لك هل انت فعلا قادر على ان انت تلبس تيشيرت الزمالك ولا لا. دي حاجه هتبان مع الوقت. لكن هو كصفقه هو بوتنشال. شكرا كمل. ماشي تمام. لا انت خش بقى من على الشمال. ما والله ابدا. ماشي انهي بادر المره دي. ماشي. انا اسمه ايه؟ عمرو يا عم. عمرو ناصر يا عم. انا بالنسبه لي لا انا يعني الكلام ده يعني قد يؤخذ عليا بس انا ما عنديش مشكله فيه. بس انا شايف ان الراجل جون ادوارد هو بيجيب رجالته يعني هو الرجاله دي بتاعته ما عنديش مشكله يعني. انا مثلا نادر ديزاينر شاطر جدا بالله. الراجل بيفهم في الحسابات جدا. انا جيت اشتغل في مكان حلو ابقى عايزهم يجوا معايا. فاهم الناس دي رجالتي. فانا بالنسبه لي صفقه عمرو ناصر احنا لسه هنيجي في احمد شريف بس مقدمه ليهم هما الاثنين باختصار. صفقتين احنا في غنى عنهم يعني. انا في غنى عنهم لان انا مش شايف ان ايه كميه المهاجمين المصريين اللي احنا بنجيبهم دي يعني. ليه انا عندي اوريدي ناصر منسي ماشيه معاه تمام بعيدا عن مستواه والراجل بيحاول يطور من نفسه وماشيه معاه تمام. عندي الجزيري لسه مش عارف ماشي ولا لا تمام. طب ما اجيب بقى محترف. انا كل الناس عايزه محترف مهاجم واساسا في كلام ان احنا ده لسه لما نجيلها ان احنا بنتكلم محترف مهاجم. في ايه كل المهاجمين دي؟ الراجل اساسا طريقه لعبه 4-2-3-1 تمام. فانا هلعب باثنين مهاجمين؟ لا
يعني انا جبت احمد شريف وجبت مم. عمرو ناصر وعندي ناصر منسي، فانا بالنسبه لي عمرو ناصر بروفايل كويس ولاعيب كويس بس مش لعيب زمالك. يا بالظبط. رب يكسر الدنيا بس مش لعيب زمالك. تمام، بروفايله قريب يعني مع الفارق يعني، بس بروفايله قريب لناصر منسي. انا لو كنت عايز لعيب بقى كنت ممكن اجيب لعيب هجمه زي اللي انا بتكلم عليه اللي راح مودرن فيوتشر، ماشي. محمود ممدوح، وهتشوف محمود ممدوح هيعمل ايه الموسم الجاي. اجيب بروفايل كان مختلف. متوقع ان هو يجي لنا، خد بالك ايوه، في وقت ما. اجيب بروفايل مختلف عن اللي عندي. لكن انا عمرو ناصر هيدر زيه زي ناصر منسي، عمرو ناصر بيعرف يخطب في المدافعين زي في الظهر زي ناصر منسي، ماشي. لكن مش مهاجم ان انا اقول يا جماعه ده انا خطفت لعيب. طب هسأل سؤال انا ما هنا، خطفتش لعيب. هسأل سؤال هنا. انت بالنسبه لك فكره ان انا اجيب مهاجم، انا عمرو ناصر بالنسبه لي كان هو عمق مثلا السكواد، انت مثلا شايف ان هو ما كانش يستاهل المكان ده عشان ما يبقاش عمق بس السكواد على الفاضي، ولا كنا نجيب برده مهاجم مصري اللي هو محمد ممدوح وكان يبقى اضافه بقى، ده اللي يبقى اضافه؟ يعني بالنسبه لي ده اضافه لان بروفايل مختلف. انا عمرو ماشي. ناصر ده بالنسبه لي زي ناصر منسي يا جماعه. هو عمق بس السكواد يعني لعيب زياده، يا لعيب فرحتي زياده ما العمق ده انا عمال اجيب يا عمق زمان. في المهاجمين وانا ما عنديش وينجات. انا ما عنديش امم لو وينج يمين يا جماعه، انا ما عنديش وينج يمين، انا لسه داخل ما الميسو وينج لسه يمين ايشو. لسه ما جبناش. فاهم؟ انا لا لا ما عنديش لا وينج اعوذ بالله من يمين ولا الشيطان. وينج شمال. انا بجيب مهاجمين ليه؟ ما انا عندي ناصر منسي وبكلم مهاجم محترف. امم رحت جبت مهاجمين ليه؟ بروفايلاتهم مختلفه في ايه؟ هيقدم لي اضافه عامله ازاي؟ امم ناصر منسي جاب اجوان اكتر منه الموسم اللي فات. ماشي. ما انا احنا لو ناصر منسي لعب اقل، مش كل الماتشات كان بيبتدي اساسي، الراجل ده كان بيبتدي كل الماتشات اساسي عشان جاب دبل كيك في الاهلي. لا لا يعني مع العقليه دي انا طول ما انا بفكر فيها دي اه عقليه غريبه. انا جايب الراجل ده ليه؟ الراجل ده راح منتخب مصر، لا الراجل ده لا استدعى. لا تمام، الراجل ده لو رحنا دلوقتي وجه الزمالك ولعب اساسي هيلعب على مصطفى محمد، هيلعب على احمد حسن كوكا حتى، لا هيلعب على محمد شريف؟ ولا على اسامه لا فيصل. يا جماعه، لا طبعا. لا لا فانا شايف ان هي لا، الصفقه لا مش لا مقبوله. كان ممكن حتى يجي انا فعلا. بالنسبه لي مش مقبوله. مش عارف. مش عارف عن نفسي يعني. انا بالنسبه لي قول يا عم ناصر. عمرو ناصر لعيب ما كانش عليه دوشه، جه في هدوء خالص. مش سيء ماشي. بس مش هو اللي تعتمد عليه. تمام. ماشي. عايز هو مش حاجه تنتقد النادي على التعاقد معاه، امم لكن مش هو اللي هتبقى هو اللي انا بالنسبه لي ان انا مستنيه هو اللي يكسبني. بيشبهني جدا جدا بفتره 2015 لما جبنا باسم مرسي. باسم مرسي جه في الاواخر كده، ما حد في الاخر كان عندنا احمد علي، عبد الله سيسي. بس كان المهاجم الرابع. ما انا بقول لك اه خالد قمر خالد الكلام عمر، صح ده. صح. وبعد كده هو كان في الرابع او الخامس، ركب هو بقى الاساسي وكان تقريبا هداف الدوري او خلاص بقى كان فرق ما جون يعني. تمام. وما حدش اتكلم عنه كتير. عنده حته كورته حلو، يعني كورته اجوانه شكلها حلو، امم عنده لمسات كويسه، بيلعب هيدر كويس جدا زي ما قال زمالك. امم بروفايله زي ناصر منسي امم زي ما قال زمالك برضو، لكن هو كورته اعلى من ناصر منسي شويه. احنا بنقول ان احنا جبنا كفايه مهاجمين. هو مش، لا انا ضد، انا متفق معاه في حته في الحته الاولى الجزء الاول. الجزء الثاني لا، انا مش مختلف معاه، هي كفايه مهاجمين. ليه بقى؟ لان انت قلت احمد شريف. احمد شريف يا جماعه جاي وينج يمين وجاي وينج وينج شمال. شمال. تمام، هو جاي مش جاي مهاجم. ولو مهاجم هو مختلف، هو بيلعب تحت المهاجم. اوباما كده احمد كده. شريف بيلعب تحت المهاجم وجاي وينج شمال. صح. يعني هو في ترتيب اللعيبه كده واحنا بننزلها بنسيستمها، هو وينج شمال. تمام. فانت كده هيبقى عندك ناصر منسي وعندك عمرو ناصر. تمام. ويبقى عندك المهاجم الاجنبي اللي اكيد في صفقه مهاجم اجنبي. فانت عندك ثلاث مهاجمين لفرقه كبيره، ده عدد كافي جدا، مش تخمه خالص. لان انا مش هحسب احمد شريف مهاجم راس حربه 9 يعني. وفي نفس الوقت احنا اساسا تعبنا من الحته دي. يعني احنا السنه اللي فاتت كان عندنا مين؟ عندنا الجزيري وحسام اشرف وناصر وناصر. منسي. وقعدنا نقول هو فين؟ مفيش حد. تمام. فلا انا مش انا متفق مع زمايلي في الجزء الاول ان هو مهاجم بروفايله قريب من ناصر منسي، لكن لعيب كويس. انا بالنسبه لي لعيب كويس، مش هبني عليه، لكن مش صفقه بالنسبه لي اقول ايه هو ايه اللي جابه. تمام. ولكن في حته اللي هو العدد وكفايه قوي كده وبتاع، لا مش كفايه خالص، لان الزمالك محتاج لعيبه كتير جدا جدا جدا، والعدد 3 اللي هو لو جيت بصيت هتلاقيه عادي جدا. هتلاقيه عادي جدا في حته اللعيبه. نخرج من نصر من عمرو ناصر، نخش في احمد شريف. احمد شريف لعيب
هو ده اللي انا اقول لك عليه بقى، هو زياده. يعني ليه؟ لان انت جايبه كوينج، ومش حتته كوينج اللي هو الوينج القوي. ما انا بتكلم انت راس حربه 9. ماشي، احنا فورنا الوينج الشمال احنا ما عندناش ما حد. هو ايه، هو مش، ما هو الفكره هو مش وينج، انت جايبه كوينج. ماشي زي بالظبط كده، زي عمر فرج يا جماعه. ماشي. عمر فرج مش 9، انت جبت راس حربه 9. فاهم الفكره؟ يا باشا انا عايز اكل ملوخيه تاكلني مكرونه. انت فاهم النقطه؟ ليه يا عم عادي؟ عشان كده انا بتكلم، ده اللي بتكلم فيه بقى. ده اللي هتلاعب احمد شريف راس حربه 9، الموضوع هيبقى صعب. هتلاعب وينج مش حتته. هو ده بقى دي بقى الحته المختلفه اللي هي مع زمالك. فاهم اللي انا متفق فيها مع زمالك في الحته دي. انت جايبه ايه؟ ماشي. دي ليها تصنيف تاني. ماشي. فاهم قصدي؟ ده بالنسبه لاحمد شريف. لكن انا بالنسبه لي لعيب 22 سنه، لعيب كان كويس جدا 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 مع دجله بصراحه. اول ما طلع مع دجله كان كويس جدا، لكن حصل له ظرف يعني، وحادثه وفقد فيها ناس من اهله تقريبا. ربنا يرحمها يا رب. وكان هيبطل كوره وكده. هو لسه صغير، 22 سنه وكان منتخب الشباب. لعيب كويس، لكن انا ما اعرفش بصراحه انا كزمالك هستفيد منه ازاي. يعني انا عمرو ناصر، لا انت عارف عمرو ناصر ده هيلعب فين. فاهم الفكره؟ ماشي. لكن انت احمد شريف انت مش لاقي له حتته. الحته بتاعته اللي انت جايبه فيها بتكرر نفس تجربه عمر فرج باختلاف الاسماء. طيب ماشي. حضرتك ولا اي حاجه بقى مع يعني ولا مقص ولا ايه؟ لا مش تبقى مقص، بس انا بتكلم عن نقطه هنا. لا انا هختلف معاك في حاجه، معلش. طب ده احمد شريف بقى اللي هو بقى هدي بقى حته محنكه كده زي ما الزمالك عمل في عمرو نصر. معلش انا اسف يا جماعه. طب ما هو لا، احمد شريف لما يخدمني في مركز الوينج وهو يقدر يلعب وينج وسجل في الدوري من الوينجات دي، ويقدر يلعب تحت الاسترايكر، ده مركز مش هيبقى يعني مش موجود عندنا اصلا من ساعه ما اوباما مشي، لو اعتبرنا اوباما يعني. لا انا بحب اوباما بعد براحتك خالص، براحتك خالص، ده بتاعتك انت. تمام. وممكن يلعب بسترايكر برضه لو عوزنا في اي ماتشات ان احنا لا قدر عوزنا اتزنقنا ان احنا عايزين نلعب بمهاجمين، عايزين بايا كان. لا انا شايف ان احمد شريف لاعب يخدمني في مركز واثنين وممكن مركز كمان ثالث، فلا انا ما عنديش مشكله ان هو يجي. بالاخص كمان ان احنا الوينج الشمال ده هو خلاص ماشي شيكو بنزا وهيبقى احمد شريف. احنا خلاص احنا بعد انا ما قلتش ما يجيش. انا تمام. انت بتقول ان هو ده بقى الزياده. لا ده اللي انا مش عارف. انت عارف انت بالظبط كده ايه هو؟ ولا راس حربه ولا وينج يعني. انت قلت رايك فيه زي ما زمالك قال في عمرو نصر ان ده جاي زياده وده جاي زياده، ان ده احنا لسه ما نعرفش هنوظفه ازاي بالظبط كده. انا هستفيد منه ازاي بقى؟ اللي انا اعرفه من احمد شريف واللي انا شفته في فاركو بصراحه. تمام. لا هو بجد وينج ورجله مظبوطه على الجون وجوانه حلوه. ار2 بتاعته ومظبوط ومؤثر في الفرقه، وفعلا لا حد يقدر يظبط لك الاداء. فلا انا مبسوط جدا ان هو احمد شريف جه بصراحه. انا مبسوط باحمد شريف اكتر من عمرو ناصر بصراحه عن نفسي. بس النقطه اللي انا حاسس بيها وبرده يعني ريليتد برده الكلام زمالك، فعلا انا حاسس ان جون ادوارد بيجيب الصفقات اللي هو مربيها في فاركو. هو مربي الناس دي هو عارف الناس دي، عارف تمام الناس دي ممكن عمل تمام. هو وبالخاص خد بالك احنا كنا كمان هنشد ياسين مرعي. خد بالك من النقطه دي. فاحنا كنا هنجيب التجربه الفاركويه. فاهم النقطه بقى ان نشد الناس دي. وانت راجل صيدلي وعارف. ايوه يا حبيبي. احنا كنا هنجيب ياسين مرعي. لا كنا هنجيب ياسين مرعي، ما تقوليش لا كنا هنجيب. ده نقاش نخش له في بس النقطه هل بقى هنا لان الرهان ده جون ادوارد اللي شايل الاثنين دول تحديدا. جون ادوارد هو الايه الالفا بتاعهم بقى. فكره ان احنا يوم ما الاثنين دول حد فيهم يتالق يا جماعه دي نظره جون كده كده مسؤول عن باقي الصفقات، بس دول جون جايبهم بالاسم من تجربته السابقه فشددهم معاه، فهيتحاسب عليهم زياده بالنجاح او لا قدر الله الفشل. فانا مبسوط باحمد شريف ومبسوط بعمرو نصر، بس ان شاء الله نتوقع لاحمد شريف نجاح اعلى من المتوقع ليه باذن الله. يعني انا نتكلم بقى في الحته دي كذا نقطه، هتكلم في 3 نقط بالظبط. اول نقطه ان احمد شريف ده مش عارف يعني تيجي معاكم سكه ولا لا، بس بيفكرني بشكري نجيب. نفس فكره شكري نجيب بيلعب في الاتحاد دلوقتي. فشكري نجيب كان برضو مع الفتره بتاعته مع الاسماعيلي اللي هو المهاجم اللي مش مهاجم صندوق، هو هينزل يستلم هيلف بظهره يجيب جون وبتاع والجو ده. وعمرو ناصر بيفكرني بصراحه امين، مش عارف ليه افتكرته، بس هو نفس الفكره بيجيب جوان جامده وبتاع، بس مش مهاجم اهلي والزمالك يعني. فالمهم احمد شريف يا جماعه، احمد شريف وعمرو ناصر الاثنين تالقوا جدا مع فاركو، بس فاركو مش طريقه لعبها زي الزمالك. بمعنى ايه؟ يعني نيك فيريرا ده دلوقتي الراجل ده راجل هجومي جدا، دفاعه ملط جدا. بمعنى ايه؟ الراجل ده مثلا في تجربته مع الفتح فرقته جابت 144 جون، دخل فيها 136 جون. تمام؟ انتوا عارفين احنا داخلين على ايه؟ داخلين على سواد. ولا وتتاك. تمام؟ يعني داخلين على سواد بالمدافعين اللي معانا اللي هم اساسا انا اسف تختلف من نوعيات المدرب. يعني اقول لك على حاجه بسيطه جدا. ماشي. بسيطه جدا.
نوعيه المدربين ولا الانديه؟ لا نوعيه الانديه اللي بيدربها. لا ما هقول لك على حاجه بقى، تجاربه كلها نادر، مفيش نادي كان فيه جاب معاك والله. معاك والله. انا الكلام ده قلته اصلا في حلقه يعني كفايه. تمام. لان هو النادي الوحيد اللي دربه فريق بطوله هو فريق ستاندرد ليج وخد معاك كاس. اللي انا بكلمك في ايه يعني، مثلا لو جبنا فايلر مع الاهلي، تمام، فايلر مع الاهلي الفتره اللي قعد فيها كان اقوى خط هجوم واقوى خط دفاع، صح ولا غلط؟ بس بعد كده لما كان بيدرب في سويسرا، وبعد كده لما راح اليابان، ولما رجع سويسرا تاني، ولما درب في بلجيكا، الارقام بتاعت الانديه اللي مسكها برضو نفس الفكره. ليه بقى؟ الفتح نادي بينافس على الهبوط، اقصى طموحاته ان هو في الدوري. ايوه فهو كده معرض طبيعي جدا للهجوم، عكس الزمالك. انا بتكلم في نقطه ايه، ان الراجل ده مش وجهه نظري دلوقتي، احنا بنتكلم في الراجل. انا بتكلم دلوقتي في وجهه نظر ان الراجل ده هجومي. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا لما اجيب مهاجمين يا جماعه، اجيب مهاجمين من فرق بتلعب كوره هجوميه، ما اجيبش مهاجمين من فرق فاركو اللي هي فرق منتصف جدول. معظم الماتشات اللي بتلعب فيها قدام فرق كبيره اللي هم اللعيبه دي جابت فيها جوان زي بيراميدز مثلا، الفرقه بتدافع وبتلعب على المرتده. صح. انا هلعب على المرتده كزمالك، انا هلعب على المرتده في ماتشات الاهلي بس مثلا، او ماتشات بيراميدز، او ماتشات افريقيا. لكن بقى بلاعب فاركو، بلاعب فيوتشر، بلاعب كهرباء الاسماعيليه، بلاعب الاسماعيلي، هلعب كره دفاعيه، هلعب على المرتدات، مش هعمل كده. ولو عملت كده جمهور الزمالك هيصوت. بس انا في حاجه زي جروس مثلا، فاهم؟ انت مش عايز لعيبه تبقى ردود افعال في الملعب، او لعيبه انا اللعيبه دي مش تقيله. مش فكره كده يا جماعه. هل انا شفت احمد شريف ده بعيدا ان الولد ارتداده 10 على 10 يعني في المرتدات احمد شريف مرعب جميل، لكن انا شفت احمد شريف ده في فرقه ماسكه كوره، مهاجم فرقه ماسكه كوره وبيلعب هو وبيحرك الفرقه. تمام. نتفق او نختلف على اوباما مثلا، بس انا شفت اوباما كشادو سترايكر في فرقه ماسكه كوره بيعرف يعمل الدور ده حلو جدا. هل انا احمد شريف شفته في دور شادو سترايكر؟ لان الراجل بيلعب 4-2-3-1 زي ما اتفقنا. فممكن يلعبه تحت المهاجم زي عماد متعب وعمرو زكي كده، ممكن يلعبوا في مركز عماد متعب في المنتخب وعمرو زكي راس الحربه، فيخلي مثلا راس الحربه عمرو ناصر او ناصر منسي او افريقي او المحترف السوري اللي هيجي يعني. وتحت احمد شريف، ممكن يلعبوا في البوزيشن ده. هل انا شفت احمد شريف في بوزيشن شادو سترايكر او 9.5 ده في فرقه ماسكه كوره بيدافع قدامها 11 لعيب؟ ما اعرفش بقى. فنفس الفكره برضه. خلي بالك، هو معلش هو كلامك هو ولا لعيب شفناه بنفس الطريقه دي. بس دي بقى المشكله في الاختيار. انا بجيب لعيبه كويسه بس في انديتها، مش لعيبه كويسه مع الزمالك. ما هو معلش انا معاك جدا، معاك ماشي، بس في حاجه، ما هو الصفقات كلها تبقى كده. لا في فرق يا نادر، في فرق مثلا ان انا اروح اجيب لعيب زي مروان حمدي مثلا بضرب مثال. مروان حمدي انا عارف ان مروان حمدي، لا انا شايفه مع بيراميدز راجل مكسر الدنيا، وبيراميدز فريق هجومي بحت. انا عايز لعيبه زي كده، اشوف لعيبه فرقها هجوميه، لان الراجل اللي جاي لي ده هيلعب كره هجوميه. حاجه فانا عايز كده. معاك جدا، بس انت بيراميدز مش هتسيبه لك. لا انا مش بتكلم على بيراميدز، انا بتكلم على مثلا اللعيبه اللي قدامك، اللعيبه يعني ما هو انت بتكلمني مثلا ايه في مروان حمدي اللي زيه او قريب منه هو عمرو ناصر مثلا، فاهم؟ فانت جبته، انت فاهم؟ مش قصدي هو لا ليه مثلا انا كنت بقول لك مثلا مؤيد في الاول فكره مثلا محمود ممدوح مثلا فور اكزامبل مثلا. انا محمود ممدوح لان حرس الحدود مع محمد يوسف كان بيلعب كره هجوميه في الاول. تمام. فانا شفت اوريدي راجل لاعب كره هجوميه. ليه مثلا انا بالنسبه لي احمد عاطف من فيوتشر كان مهاجم كويس، لان في الفتره الاخيره مع الشيخه كانوا بيلعبوا كره هجوميه، هم بينافسوا على الهبوط وكان بيأدي اداء كويس. واحمد عاطف نفس بروفايل احمد شريف، فاهم؟ بس انا شفت احمد عاطف اوريدي ان هو غير السرعات مهاجم كويس. اي نعم مستواه متذبذب الفتره الاخيره، بس انا عارف ان هو مهاجم من غير السرعات مهاجم كويس. خلصنا اللعيبه والصفقات اللي جت رسمي. اللعيبه بقى اللي المفروض الزمالك شبه مخلصه، اللي هم مين لحد اللحظه دي اللي هو مين؟ اللي هو احمد ربيع، ماشي، ادم كايد. المفروض ان انا يعني نتمنى حامد حمدان قال لهم ملط في النادي، نتمنى وبيعمل مشاكل ومش عايز العب. فاهم؟ هتلعب مش هلعب يا كابتن. لا الموضوع غريب جدا بصراحه يا جماعه، بس لما نجيبه يعني ماشي. احمد ربيع انا وجهه نظري بصراحه الكريدت يتحسب اللعيب ده من حوالي 4 سنين. اللعيب ده على فكره صغير، عنده 24 سنه. من 4 سنين تقريبا او 3 سنين امير عزمي مجاهد كان بيدرب السكه الحديد. تمام. وقال عليه وقال يجي الزمالك. ما اعرفش بقى هل بقى عشان كان القيد مقفول ولا هم ما جابوهوش حاجه زي كده. تمام. بس تلف الايام والزمالك خلاص قرب جدا. هو الموضوع خلاص، نيمار سيد نيمار راح البنك، مصطفى شلبي ان شاء الله يحصله، الصفقه تتم خلاص. فده بالنسبه للي خلاص شبه جاي. ده 6 ماشي.
ادم كايد المفروض ماشي ان هو لعيب بيقول لك هيجي وينج، بس هو برضه الفيديوهات اللي لعبها ومش عارف ايه، ومع منتخب فلسطين الثلاث اربع ماتشات اللي لعبوا مع منتخب فلسطين يا جماعه هو وينج، هو هاف، هو 8. هو هاف انا شايفه 8. ايوه هو بالظبط انا شايفه هو 8 هاف، هاف في الشمال تمام. وبرده نفس الفكره بتاعت ان انا لعيب ما شفتهوش، ماشي يعني أنا ده لعيب برده ما شفتهوش، انت بترمي حظك. ماشي تمام خليه كمل كل واحد يقول رايه في ماشي الثلاثه. ماشي انا هو بيقول كذا وانا بقول له تمام. حامد حمدان انا عامل فيديو من اول جوله في الدوري لما كان بيلعب بتروجيت، قلت عليه لعيب كويس جدا، لعيب لو انا في حاجه يا جماعه برضو عامله قوي اشول. انا بحس ان اللعيب الاشول في حاجه كورته مختلفه. ف وده 6. ففكره ان انت جات لك لعيب 6 وده شفته بقى قدام عينك بقى، ده بقى شفته قدام عينك قدام انديه كبيره، ان هو كورته قدام الانديه الكبيره حلوه، وبيعرف يخرج بالكوره كويس، وبيعرف يزيد يمين وشمال، عنده ثقه يعني في نفسه في الكورته. يعني لعب قدام بيراميدز كان عالي جدا، قدام الاهلي كان عالي جدا تمام، قدام الزمالك كان عالي جدا، الماتش اللي هو خلص جونين في دقيقه ده جميل تمام. ف لا خلي بالك يا عم اي حد. طيب ماشي. هتكلم على احمد ربيع وهسالكم سؤال في وسط احمد ربيع. بصوا يا جماعه، احمد ربيع من اللي انا شفته بصراحه في ادائه في البنك الاهلي هو ما شاء الله عليه بصراحه، وحاجه فعلا دي بوتنشال، وحاجه فعلا تقدر تبني عليها فيما بعد لسكواد الزمالك. صحه الله اكبر مش عليه يعني بجد بجد حاجه فعلا. خلي بالك عامه ان الربيع احسن من الرفاعي بكتير. هو خلق اطلع بره عشان الافيهات دي ما ينفعش تتقال في القناه دي، القناه دي محترمه تمام، بتعمل اعلانات غير مدفوعه الاجر. يا عم اعلانات ايه يا عم، انا قدراتي الانجابيه صعبه قوي كده يا عم ده اعلان مش مدفوع الاجر لحاجه ثانيه، صعبه من غير حاجه يا عم عشان عشان انا صاحبك باللي انت بتقوله لي ده. طيب كلمتين جد بقى. كلمتين جد ايه ده؟ خلاص يا مستر ماشي. انا اسف يا جماعه احنا اسفين، يا رب ما يكونوش قفلوا الفيديو. مش هكمل الحصه غير لما ماشي. فانا شايف ان هو فعلا الواد اكتر حاجه فعلا ما شاء الله لايق عليه ان هو فعلا يبقى لعيب 6، بيلتحم وبيروح وبيقطع، وهو وعنده صحه وقوه في الملعب ان هي فعلا تاهله للمركز ده. بس انا سؤالي وقبل ما اخش على حمد حمدان برضو هو نفس الكلام، هو في حاله يا جماعه لو جبنا احمد ربيع وباذن الله حمد حمدان لو جه الزمالك هنجيلها عشان عارف انت ماشي، هسال السؤال ده ونجاوب عليه بعدين. لا بس ماشي يعني ماشي يا لئيم. لا مش فكره دونجا، ده فكره اكبر من كده كتير، ده احنا في كارثه بس ما علينا لما نوصل لها. لا كارثه. احمد ربيع صفقه مربوحه للزمالك جدا ومتفائل بيها جدا، وان شاء الله ربنا يوفقه معاه. حامد حمدان انا قلت حامد حمدان انا اقدر واحترم جدا 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 وقفته الى الان، ان هو عايز يا جماعه انا عايز احقق رغبتي اروح نادي الزمالك. دي بتفكرني بجمله شهيره جدا انا بحبها، والله الباشمهندس فرج عارف رغبتي، كان واقف بيتكرم في نهايه الدوري بيقول يا جماعه في الاخر انا عارف انا رايح فين، انا عايز اروح النادي ده. عشان طارق حامد انا ما بحبوش ويشرف ايا كان نتفق نختلف على نهايته كانت في القصه عامله ازاي. عارف معلش انا اسف عشان الجمله عشان يا جماعه انا ما بحبش مش ما بحبه. انا طارق حامد لعيب كبير جدا واداني كتير جدا جدا جدا، لكن انا ما بنساش اللعيب اللي ما بيقفش معايا. مشي وقرر يسيب الزمالك في اكتر وقت الزمالك كان محتاجه وما رضيش، وبعد ما هو ما كانش مصاب وما رضيش ينزل تدريب وما رضيش يلعب عشان كان متفق مع اتحاد جده وكان قاعد بيأهل نفسه في اسبانيا. فانا بالنسبه لي هو ومصطفى محمد الاثنين في نفس الكفه. ماشي وفرجاني كمان مش معانا نفس الفكره. ربنا معاك قوي. لا بس انا بتكلم ان الجمله دي خد بالك، الجمله دي اللي بدات معاها اصلا قصه طارق حامد معانا، ان هو لما وقف انت عايز تروح فين، تروح الزمالك وتروح اهلي، لا انا عايز اروح الزمالك، انا رغبتي الزمالك. الوضع مختلف بس كمل. الوضع مختلف بس انا بقول لك الجمله دي بتفكرني بالنقطه دي، اللي هو لعيب واقف في وش نادي. احنا مش بنحرض هنا او بنشجع ان هو متمرد، بس هو يا جماعه معلش انا اسف، ايه رايك في عرض قطر القطري معلش انا هقول بس حاجه نقطه تاني. هو لما كان لو هو اسمه احمد رضا تبقى تمام، ولو هو اسمه حامد حمدان تبقى لا، ولو هو رايح الجزيره تبقى حاجه، ولو هو رايح المهندسين حاجه ثانيه، ده ما ينفعش تمام، وده مش فير اصلا، ودي مش تنافسيه، دي فئويه في بس ما علينا يعني. بلال بيقول حاجه غريبه جدا، حاجه غريبه جدا. فانا متوقع في الاخر خالص ان حامد حمدان هيجي يا جماعه تمام. نادي بتروجيت عارف ان هو في الاخر في الاول هيبقى صداع بالنسبه له وخساره للنادي، وفي الاخر هيجي الزمالك. لكن انا حاسس ان ده هيصدر ضغط كبير قوي 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 على حامد حمدان لما يجي. احنا عايزينك وانت عايزنا،
وخلاص بقى انت بالنسبه لنا بقى نورت الفرق، انت هتيجي بقى تلعب، انت بقى بالنسبه هتثبت نفسك طبعا هتلعب. لكن هي نقطه لما انت هتلعب الناس كلها تبقى باصه عليك ان انت بقى اخترت تيجي الزمالك وحاربت عشاننا وعملت كل الكلام ده. انت لعيب كواليتي، انت لعيب مهم، وكورتك كويسه، بس لما تلبس تيشيرت الزمالك بقى وتحقق رغبتك وتحقق الحاجه اللي احنا واقفين معاك فيها عشان انت عايزنا واحنا عايزينك، انا بقى مستني اشوف النقطه دي. نقطه ريسكي قوي، لا معلش في حاجه، نقطه ريسكي قوي وخطر عليه هو. معلش في حاجه، هو الناس برضو انت قلت انت بمناسبه ان انت قلت طارق حامد، طارق حامد اول ما جه قعد اول 6 شهور ما لعبش معاه في الزمالك. انا فاهم، تمام، انا قلت هيلعب، انا قلت هيلعب يثبت اداء. لا ما هو الفكره في حاجه، الناس في البدايه كانت بتهاجمه ماشي، يعني شهاده ميلاد طارق حامد كان ماتش النجم الساحلي ماشي مع الزمالك، ماتش النجم الساحلي لما بعد الماتش ونام كده عمل ماتش، يعني الماتش ده تقريبا هو انا بالنسبه لي طارق حامد الماتش ده وماتش مصر وجنوب افريقيا اللي خرجنا في 2019 وماتش النجم الساحلي برضه في الكونفدراليه 2019 هو معاك، ايوه بالظبط. لا بس دي في ايه يعني في المجهود اللي عمله، فاهم قصدي؟ الماتشين دول، لا الماتشين دول في تاريخ كده طارق حامد. طارق ليه لقطات كتير قوي، في لقطات كتير قوي. لا في لقطه اهم من كل اللقطات دي، عشان اي حد يجي يقول لي زي حضرتك كده انا ما بحبش طارق حامد وبعني. ايوه انا بالنسبه لي الموقف اللي عمله في 2015 بعد ما كهربا دخل شاط ضربه الجزاء في السوبر وضيعها، وفريرا دونا عن كل اللعيبه في الملعب خد طارق حامد على جنب وبيقول له شايف اللعيب ده عمل ايه؟ ده يقول لك قد ايه طارق حامد ده في اوضه اللبس اهم من اي حد داخل اوضه لبس الزمالك. انا مختلف، لان ده لعيب كبير قوي، مختلف ولاعيب مهم أيوة جدا. لعيب مختلف، ومن بعد ما طارق حامد مشي لعيب قيادي، مفيش زمالك، لعيب قيادي، لعيب لا مفيش مفيش زمالك في اوضه اللبس. هات لي لعيب يقدر يلم اللعيبه وانا مش عايز اخسر. هات لي لعيب من بعد ما طارق حامد مشي يقدر يلم اللعيبه كده باستثناء عبد الله السعيد لما جه ويقول للعيبه انا مش عايز اخسر وانا هكسب ويبقى راجل في اوضه اللبس. زمالك ده دي حاجه والموقف اللي عمله وانا عايزه ما دي حاجه ثانيه. انت ما اشتريتوش. مين انت؟ لا ما انت بتقول لا ما مرتضى بقى بس ما تجيش تقول في زمالك، في حاجه اسمها زمالك. لا في حاجه اسمها برضه مصلحه. ما علينا دي مش موضوع، ده مش موضوع. يعني معلش سؤال بس، معلش انت بتشتم زيزو ليه دلوقتي؟ لا دي حاجه ثانيه خالص. لا الزمالك دي لا ما تقارنش لعيب راح منافس وضيع الفريق ودمر الفريق بلعيب تاني احترف وقرر مستقبله. انا ثواني بس يعني هل لو زيزو كان راح السعوديه كنا هنهاجمه؟ باشا لا يا باشا دي قصه ثانيه. زمالك انا لعيب محتاجه وعايزه، نفس الحوار على مصطفى محمد على فكره. مصطفى محمد احترف، ما هو معلش الراجل بيشوف مستقبله. لا ما هو لا مش حاجات مستقبل، انا محتاجك. ايه محتاجك دي؟ هو ابوك اللي محتاجك يا ابني. الزمالك ما فيهوش يا ابني، احنا رحنا جبنا سيف الجزيري وما لعبش معانا افريقيا علشان كان لعب دورة ال 64 مع المقاولين العرب، مواسير الكونغولي ولا مواسير الكونغولي. طب نيجي بس اللعيبه. طب انا اكمل. انت ناقصك حاجه؟ بس خد بالك، لا انا مش نازل تدريب لحد ما اروح جلطة السراي. خد بالك احنا فتحنا بس الحته بتاعت طارق ومصطفى وكل الناس دي عشان بس هي كانت النقطه. انا بس فكرتي كلها في حامد، ربنا ان شاء الله يجي الزمالك تمام. اتمنى ان هو لما يجي الزمالك انسى بقى كل اللي فات ده خالص. انت باشا هنا هتبدا معانا في سكراتش كده من الاول، بسم الله الرحمن الرحيم مع بعض كده. ادي لان انت عليك ضغوطات ان انت تبقى لعيب كبير قوي. طب محمد حمدان لسه جاوب تيشيرت بتروجيت عادي كبير قوي. لا والله يحصل مش انا بقول لك يعني لما يجي باذن الله، وانا متوقع ان هو هيجي في الاخر. هو ممكن يجي يقعد معانا، انا متوقع. لا يا باشا هيجي ينور، مفيش مشكله. بس هي نقطه يعمل لنا مقلوبه بقى. المقلوبه في فلسطين جامده يا اسطى ولا ليفل الكوميديا بقى مش عارف ايه يعني. نقطه طارق دي ممكن نبقى نتكلم عليها في حلقات ثانيه. هاجي بقى انا نتكلم في النقطه وجهه نظري. بس انت لسه فين يا اسطى؟ بس انا خلاص بقى هقول بقى. ماشي ماله بقى يا باشا؟ اتفضل. عامه طب نجيبها من احمد ربيع. هات يا باشا محمد، هات يا باشا. احنا ما قلتش ادم كايد هنجيبه بس ما بنخلص بقى، بنخلص ديفندرات. خلصنا الديفندرات مع بعض. احمد ربيع ومحمد حمدان ماشي. يعني في كل الاحوال انا شايف ان احنا لازم نسال نفسنا سؤال: هل شحاته هيلعب 6 ولا هيلعب 8؟ 8 ماشي. محمود جهاد ربنا يرجعه بالسلامه ديفندر ماشي. ودونجا يمشي مصبور بقى. يعني يمشي يا جماعه، مش ماشي. ايوه ما هو 6 وهيمشي. ماشي هو قاعد تمام. دونجا قاعد، فاحنا بنتكلم في دونجا وجهاد، واجيب احمد ربيع واجيب حمد حمدان. تمام. مبدئيا اي صفقه بيحصل عليها قلق شكرا. اللعيب ده حتى لو جه وحتى لو هو كويس مش هيعمل حاجه. ولينا بقى ذكريات كتير، اسلام عوض ومحمد عنتر وكل اللعيبه دي تمام. فالواد ده مش هيعمل حاجه.
يعني الواد ده حتى لو جه الزمالك مش هيعمل حاجه. الواد ده ما بيعملش كده عشان هو ميت في دباديب الزمالك والزملكاوي وبتاع، هو بيعمل كده عشان فرصه جايه له حلوه جدا، وفرصه هتجيله تخليه يعمل شغل احسن وتسوق له احسن وبتاع. ممكن تمام. يعني الواد ده لو كان معروض عليه الاهلي والزمالك وكان خلاص هيخلص الاهلي، كان هيروح الاهلي جدا زيه زي غيره. خد بالك هو كان في بس الاهلي عشان اصلا، الاهلي مش عايزه. هو كان في الاهلي برضه. ايوه بس عشان الاهلي مش عايزه دلوقتي. تمام، عشان الاهلي عنده تخمه في الحته دي دلوقتي. بس لو كان اهلي الزمالك وكان الضغط اللي عليه ده كان هيروح اهلي شكرا جدا. يا جماعه بصوا، انا زهقت بقى من جو الشعارات وجو اللعيب ده عايز الزمالك وبيحب الزمالك ويجي يلعب في الزمالك. لا ما كفايه بقى، كفايه خرا. احنا قعدنا نطبل وليه 3 4 سنين للعيب وفي الاخر راح الاهلي. ففكره بقى ان احنا نفضل نطبل للعيب واللعيب ده عايز الزمالك فنجيبه عشان زملكاوي وحابب الزمالك. مفيش حد بيحب الزمالك. تمام. مفيش حد زملكاوي، كله بيدور على لقمه عيشه. الراجل ده جاي هو ما الاهلي لو والله العظيم 3 حماد حمدان ده لو قدامه اهلي والزمالك والاهلي عايزه فعلا كان زمانه ماضي في الاهلي. مش هنحور، كان زمانه ماضي في الاهلي زي احمد رضا كده. كان زمانه ماضي في الاهلي. واحمد رضا شكرا ركب الشلاحات. بس انت تنكر ان انت كمشجع بتتنشأ على حد عايز يجي يلعب عندك في النادي؟ لا مش بتتنشأ على حد عايز يجي، لان صباح الفل ما انا شفت واحد زي دونجا عايز يجي يلعب عندي في النادي، شوف عامل ازاي. وهو الزمالكاوي اول ماتش دونجا يجي فيه النادي تمام، وما كانش بيلعب اساسي، كنت انا في الاستاد، وهو الزمالكاوي وهو جه حيا الجمهور وعمل كده. وادي دونجا دلوقتي كلنا بنتمنى نمشي. يا فرحتي باللعيب اللي يجي يقول لك انا هتجنن وميت في تراب الزمالك. طب محمد ابراهيم زملكاوي اجيب بقى محمد ابراهيم ارجعه؟ لا مش كده، لا يا جماعه، واحنا ليه بنتفرع؟ لا مش بتفرج، ده صلب الموضوع. صلب الموضوع لان احنا لو جينا كلمنا لو جينا كلمنا حامد حمدان ده تمام، بعيدا عن القلق اللي حصل في الاخر تمام، كان كل جمهور الزمالك هيبقى عايزه يجي. انا شايفه من بدري قوي. ايوه لعيب كويس جدا، لعيب كويس جدا، بس خد ضجه. هل مش بتاعتي انا بقى، خد ضجه ثانيه. لعيب كويس جدا تمام. هل لعيب كويس جدا وانت شايفه لعيب كويس جدا يا عم، مع كامل احترامي لنظرتك ان هو لعيب كويس جدا، بس هل لعيب كويس جدا ان انت كنت تتمناه في فتره الانتقالات دي اللي احنا فعلا بنحاول نعمل فيها 11 اساسيين يجي يلعب يبقى من 11 الاساسيين؟ مش اولويه، بس مش اولويه فاللي حصل الدوشه اللي حصلت دي هي اللي وصلتنا للنقطه دي. بس انا ممكن اقول فحامد حمدان انا شايف ملوش لازمه. لا معلش، انا بس في حاجه. انت بتفور فرقتك، بتفور فرقتك وبتلم الاحسن من اللي موجود. ايوه بفور فرقتي يا نادر. معلش ثانيه نادر، انت نتكلم كوره بحته. مش هتقول لي مهند لاشين؟ لا يا ابني، انت بتقولني كلام ما قلتوش ليه؟ انت عارف انا هتكلم في ايه؟ اي فريق كوره في الدنيا تمام بيبقى عنده كام لعيب مركز 6؟ 3. ماشي. محمود جهاد ده انت هتمشيه ولا هتسيبه؟ موجود. ماشي تمام. احمد ربيع ده هتجيبه. ماشي تمام. دونجا قاعد. مين اللي قال لك ان دونجا قاعد؟ مش هيمشي لاي سبب، مش هيمشي يا ابني. انت سبب واحد عارف تجيب له عروض؟ يعني ايه؟ مش عارف تسوق له ان هو لعيب سعره غالي. والله ما عارف يجيب له عرض يا زمالك يا عم. ده مصطفى شلبي الكسر ما قال لك انا مش عايز امشي الصفقه التبادليه، فعملوا الحركه اللي هي بتاعت البنك الاهلي. بس معلش، بس عشان احنا بس هنا الكلام بيختلف على حسب الدماغ في كل لعيب. تمام يعني عشان بس في حاجه، انت دلوقتي بتقول لي مش هيمشي، انا ماليش علاقه ماشي ولا قاعد. انا بقول لك ان ده لازم يمشي وده يجي مكانه. احنا مش في حاجه. طب انا خلاص، انا لو ماشي دونجا هجيب احمد ربيع مع محمود جهاد، عندي الاثنين 6 يا ابني. محمود جهاد انت مش محمود جهاد نص موسم مصاب، يعني 2 6 يا ابني. هو يا جماعه لازم يبقى 3. بالتالت ده بقى عندي محمد السيد عيل صغير فيه. لا يا عم عندي محمد شحاته بيلعب 6. لا يا جماعه والله احنا هنلقى يا جماعه. انتوا عارفين احنا بقينا عاملين زي ايه؟ احنا عاملين زي طياره عماله كل المراكز اللي في النص دي، الدفاع والخط الوسط والهجوم، فيهم تخم بنت لذينه بعيدا عن الكواليتي، فيهم عدد ابن لذينه. ما عندناش جناحات، احنا ماشيين من غير جناحات يا جماعه. فانا بتخانق على حامد حمدان وبتخانق على احمد ربيع، وانا ما عنديش وينج يمين ولا وينج شمال. ايه العبط ده يا جماعه؟ الكلام ده اللي انت بتقوله ده يا زمالك لما بعد باب القيد يتقفل وما نجيبش حد، ماشي؟ هبقى معاك في الكلام ده. ماشي يا عم. تمام يعني كلها 3 اسابيع يا عم. انا بقول لك اهو، صح انا غلط ولا صح؟ ماشي انت صح. تمام. اللي هو ايه، هو دلوقتي بتقول لي ايه؟ ماشي صح، انا معاك جدا. احنا بنتكلم في وقت تصوير الحلقه يا نادر. انا مش بتكلم وقت تصوير الحلقه، انا بقول لك الصفقات المتاحه هتيجي، مش بقول لك انا هسال سؤال. هسال سؤال صغير قوي. حد فينا يقدر يقول ان حامد حمدان صفقه اولويه على الوينجات؟ لا طبعا، ولا اولويه في نص الملعب. تمام. لكن هو ككواليتي يحترم انه يجي، يحترم، بس مش اولويه في نص الملعب حتى. يعني لا مش اولويه في الملعب، مش اولويه. يعني هو احمد ربيع لو هتختاروا يا جماعه، احمد ربيع ولا حامد حمدان؟ لا انا بتكلم بقى دلوقتي بعيدا عن اي حاجه، احنا بنتكلم دلوقتي. انا كلاعب كوره شايفه من بدري. لا انا بالنسبه لي حامد حمدان. بالنسبه لي انا لا، احمد ربيع. طيب بصراحه والله شفته يعني مفيش واحده يا جماعه. مفيش واحد انا خايف من ضجه حامد، خايف من ضجه. انا ماليش علاقه بالضجه، انا بقول لك لعيب كواليتي. اسمعوني يا جماعه، يعني مفيش واحد منهم جيتوا قلتوا
ده فارق عن التاني لا، كتير. على فكره الزمالك عشان بس كده في إحنا نقطه بس مختلفين. عشان بس احنا قلنا من بدري قوي ان كل اللعيبه المصريه اغلبها قريبين من نفس بعض، المستوى. تمام. احنا قلنا الكلام ده. انا بالنسبه لي، لكن انت بتقول لي ايه يجي، ما هو دونجا قاعد، انا ماليش علاقه دونجا خلاص بقى. اقول لك على حاجه، طب ما انت بقى بالكلام اللي انت بتتكلم فيه ده، طب ما هو ايشو قاعد، ما هو الجفالي موجود، صح ولا غلط؟ صح. مهاب ياسر موجود، لكن انت هتيجي تقول لي ايه لما نيجي للوينجات لا كلهم يمشوا؟ ايوه عشان انا هقول لك من نص الملعب عندي. اقول لك انت عارف اقول لك ايه، ما انت ما جبت لهمش عروض، عشان العيال دي هتطلع اعراض. انا عندي سؤال، بتاعتك يا زمالك نفس الكلمه بتاعتك. احنا ماشيين عاطف اعاره ولا بيع؟ لا اعاره، لا اعاره خلاص الجيش اعاره، راح الجيش اعاره راح يقضي خدمه. تمام. اللي انا بكلمك فيه هو ده اللي انا بكلمك فيه، ايه على حسب اللي انت بالنسبه لك قلت ايه. لا دونجا هيقعد يا عم، ماليش علاقه دونجا يقعد ولا يمشي، بس انا بقول لك ان دونجا المفروض يمشي. ماشي، انا كنت بتكلم في نقطه نادر، انت اتعصبت. انا مش اتعصبت، انا بقول لك عشان الناس بتاخدها انها عصبيه. على حسب لا إيه؟ المركز انا نفسه. بالنسبه لي ايه ده بس. انا بالنسبه لي حامد حمدان مش صفقه انا شايفها مناسبه للزمالك. انا لو شايف ان انا هجيب رايه عادي. ماشي ايوه، بس ما يقوليش لا احنا عندنا تخمه، لا ما عندناش تخمه. انا نفسي نرجع بس احنا عندنا تخمه، نفسي نرجع لايام ما كان عندنا تخمه، نفسي نرجع يا لايام عم. انت دلوقتي بالعقل كده دلوقتي عندك ايه؟ دونجا اللي المفروض يمشي، جهاد اللي بقاله 6 شهور ما شمهاش، جبت احمد ربيع، وعندك المفروض هتجيب ايه؟ حامد حمدان. دونجا المفروض يمشي، بقى عندك 3. جهاد انت ما تعرفش اساسا هيرجع اساسي ولا هيفضل في اصاباته دي، تمام. انت لو انت بتقول لي ايه لا هيرجع ويبقى جامد، طب انا هقول لك ايه، خلاص الجفالي، طب ما تسيب الجفالي. صح ولا غلط؟ ما هي نفس الكيس. لا بس انا شفت الجهاد، ما شفتش الجفالي. لا انا شفت جهاد وشفته مع فاركو، وشفت الجهاد عندي لما لعب ماتشين 3 كويس. الجفالي ده انا شفته في سبرنت، ان هو واخد بس مركز محترف. مشكلتي ده معاه بصراحه. ايوه هنجيله، بس انا بكلمك في حته ايه اهو. لو دونجا مش بقى في 3، واحد منهم اتصاب، بقى في واحد اساسي واحد دكه، واحد اتوقف. لا بس في شحاته قادر يلعب المركز ده كويس. ما قادر قادر. طب على فكره الزناري بيلعب باك يمين، مش هيبقى بيلعب باك يمين عشان بيلعب رامي تماس. مش محتاجين باك يمين. ما هو يا جماعه نقول بقى مين انا عندي سؤال الزناري بيلعب الزناري السنه الجايه باك يمين. عندي سؤال شائك في الحته بتاعت الديفندر دي. سؤال جامد قوي. لو احنا دلوقتي بنتكلم ان احنا احمد ربيع جاي بس لسه حامد ما جاش، ولسه كل الكلام، ولسه جهاد، ولسه دونجا، ولسه كل الكلام ده، طب هو احنا لو قدامنا في السوق مهند لاشين، انا بسال لا بس ما هو عشان احنا ممكن ندخل في صفقه تبادليه مع بيراميدز، تاخد منه ديفندر ولا تاخد منه وينج. الكلام الكتير انا بسال نهري عشان نقعد بسال يا جماعه. بيراميدز من الاخر كده، بيراميدز بيديك 3 لعيبه، ماشي، انت هتجيبهم من بيراميدز، هم دول ال3 لعيبه اللي قدامك متاحين. انا متاكد مش واحد من اللي كسبوا افريقيا. انا متاكد. عبد الرحمن مجدي، تمام، محمود صابر، اسامه جلال. ما تحلمش بزلاكا، ما تحلمش ببوبو، ما تحلمش بمهند لاشين، ما تحلمش بحد تاني. هم ال3 دول اللي متاحين قدامك تاخدهم. لا ممكن مصطفى ده، ممكن مصطفى. انا بقول لك ممكن يا جدعان. لا ما تخرجناش يا جماعه، ما بهزرش. انسان بسيط. ما هسالك على حاجه، هو كده اصلا هيبيع ابراهيم عادل. هو هيبيع ابراهيم عادل، هو هيبيع كده ابراهيم عادل. ايه ده؟ هو ماشي. انا لا عايزك هقول على حاجه، هو كده هيبيع ابراهيم عادل. ايه مصطفى شلبي؟ لا كده بقى. ايه المانع؟ ما انا هسال سؤال. يعني هو ضحى بابراهيم عادل، فاهم النقطه؟ 5 مليون دولار يا اسطى. ماشي، ما عنديش مشكله. واحد يدفع له 3 مليون دولار. ما انا هسال على فكره يعني خلاص. ايوه انا بسال سؤال. هو لو حب يعمل ابجريد للفرقه على مصطفى وعلى ابراهيم عادل، يعني خلاص هيعمل اكتر منهم. ايوه تمام. طب ما هياخد منك مين عشان مصطفى؟ هياخد منك فتوح. طب ماشي، ما ده سؤال ولا لا؟ عادي. لا انا تمام يا اهو يا ابني، انا عايزه يمشي. بس وانا لو جبت باك شمال، انت ما عندكش باك شمال، انت عندك احسن باكين شمال موجودين في مصر. ماشي. لو انت جبت باك شمال مصري عادي. يا جماعه في فرق على فكره، خلي بالك عشان بس الكلام يتفهم. انا واحد زي بس زمالك طلعت عاديه اهو، يعني ما انا ما قلتش حاجه كفر يعني. باشا انت مش هتجيبه عشان بس يعني الكلام يبقى واضح. يعني دلوقتي الزمالك في اول الكلام قال لك ايه؟ قال لك يا جماعه المدافعين ما فيش حد فيهم هيمشي حتى الزناري. هل معنى كده ان الزمالك عايز الزناري يقعد؟ لا، بس انت وضعك خلاك كده. انت بالنسبه لك دلوقتي فتوح ما ينفعش يمشي للاسف. انا ما بحبش فتوح يا جماعه. وانا قايل فتوح يمشي ماشي. انت مخصم مصر كلها في لا انا قايل فتوح يمشي. انا بتكلم على نادر مخصم مصر كلها. فاهم؟ ده بيدس ده ولا ابو يوسف. فاهم؟ انا ما بحبش فتوح. ماشي تمام. ما ينفعش لعيب بالنسبه لي عشان يفضل جامد. هو جامد بيديني 3-4 ماتشات في الموسم يعني، ويغيب نصهم ويلعب نصهم وحش. ماشي. فانا بالنسبه لي فتوح للاسف ما ينفعش يمشي. بنتايج موجود، فاهم؟ فعلشان دي اللي انا بكلمك فيها. بيراميدز زي ما انا قلت لك عشان نخلص الكلام ده، ما تقوليش مهند لاشين، ما تقوليش مش عارف ايه.
تمام. بس عامه الثلاثه برضو بتوع بيراميدز ربحانه. ما هي ربحان علشان احنا عشان مش موجودين يا مان. لا ربحانه عشان هم فعلا كويسين. محمود صابر كويس جدا، واسامه جلال كويس، عبد الرحمن مجدي يعني، بس انت ما عندكش. هو اللي كان يتشاد من بيراميدز بوبو صراحه، بس هو للاسف برضه مش هيسيبوني. ليه بقى؟ للاسف برضه يعني هو مش هيسيب لك بوبو اللي كان موديه اعاره للسيراميكا، بس هيسيب لك مصطفى فتحي. هقول لك ليه عشان بسله. لا هقول سبب بسيط حاجه، اقول سبب بسيط حاجه. خلصت ده فرفشه خلاص، نكفي عنها بقى سيكا. تمام، لانه بسبب بسيط. معلش يا جماعه نبص ان الكارتي تمام ده اخر سيزون ليه في بيراميدز. ايه العلاقه؟ نبص حاجه المركز يا جدعان، المركز يا جدعان، بس هو بدل الكارت هيجيب بوبو. طب هو سؤال بس، انتوا سامعيني؟ ماشي، بدل مصطفى فتحي هيجيب مين؟ ما هو اصلا، ما انا عشان كده قلت ربطته لك بابراهيم عادل. هو ممكن يبيع عادل وينجر، وممكن يبيع فيستون مايري ويعلي كل الابجريد بتاع، يعني كل الكواليتي الهجومي. هو هيعمل كده على فكره. ايوه، طب انا بتكلم في كده يا جماعه. مش موسم ماشي، ما هو مش هيديك مصطفى فتحي، هيديك عبد الرحمن مجدي عشان يخلي مصطفى فتحي دكه. فاهم؟ هو اللي هيجي بعد كده. ايوه لو هيعمل ابجريد بلال من الاخر انا هقول له بلال معكش فلوس بس خلاص. دول بفلوس، انت معكش فلوس. ما دول بفلوس، دول بفلوس. انت ما عندكش لعيبه في فرقه بفلوس، في فرقتك انت بفلوس. فتوح ده مش بفلوس يا حبيبي، انت ما ينفعش تسيب فتوح. انا بقول لك انت عشان عارف انت ظبطت الجاكيته البنطلون ضرب. انت اخرك من الاخر يا جماعه. احنا اخرنا من الاخر نشم الكفته مش هناكلها. لا انا مختلف. انا احنا ممكن ناكل الكفته بتاعت المحله. ايوه بس احنا هنشم كفته بس مش هناكل. انت عملت ايه؟ احلى حاجه ان كابتن عمر جابر في الدرة من كل ده. انا سايبكم انتوا عمالين بتولعوا في بعض، عمالين بتولعوا يا جماعه. من خلال اللي احنا قلنا عمر جابر وهيبقى معز النادي ده كبير للاسف يعني. تمام. الحمد لله. انا حاسس ان احنا طولنا قوي. احنا طولنا جدا احنا طولنا جدا. يا لهوي ايه ده. بس يعني اخر حاجه خالص، اللعيبه اللي الحمد لله مشيت. انت دلوقتي الزمالك مشى احمد محمود الاعاره الاتحاد سنتين تقريبا، هنقول افريج 5 مليون لكل واحد اعاره، وسنتين تجديد، دي حاجه كويسه جدا. ماشي. حسام اشرف اعاره لسموحه 5 مليون واعاره وتجديد سنتين. ماشي. محمد عاطف اعاره للجيش وتمديد بنسبه كبيره سنتين. ماشي تمام. ومتوقع ان مين يمشي تاني؟ انا هقول لك بس. ماشي. حته ان انا امدد والاعاره دي حاجه كويسه جدا. اللعيب اللي هيمشي كده مش هيرجع، انا بقول لك اهو، بس هتبقى كويسه في حته بيعه بعد كده. تمام. يعني واحد زي حسام اشرف ده سهل جدا تاخد منه 25 مليون اخر السنه. تمام. وكل لعيب منهم زي ما انت عملت كده مع نيمار وخدت منه 30 على فكره. دي حاجه تتحسب لهم. ايوه ماشي. مصطفى شلبي خلاص بنسبه بس مش عايز بس خلاص افرح بنك اهل مصر بالله عليك. ماشي عشان خاطري مشي حالك. تمام. مشي حالك والنبي مشي حالك. مش عايز اتضايق. مش عايز اتضايق. ماشي. لا يعني يا رب تكمل، مش عايز اتكلم فيها. انا اسف معلش. فكرت في حاجه دلوقتي. انتوا عارفين ان نيمار بنفس سعر شيكو بنزا؟ يعني انتوا مدركين ان احنا يعني انا بس بتكلم ان احنا مش فاهم يعني ان انا قادر. حاجه حلوه لينا على فكره. لا دي حاجه زي الخرا ان انا قادر ابقى اجيب محترف تمام وبدفع له فلوس بنفس سعر نيمار. فما دام انا قادر ابيع نيمار ب 30 مليون انا كنت قادر ان انا اجيب محترف احسن. ممكن احسبها بحاجه ثانيه. ان انا قدرت ابيع نيمار ب 30 مليون وهو قيمته اقل من كده. لا ان انا ده بقى سعر السوق في مصر، ان اللعيب زي نيمار ب 600,000 دولار. فلما اروح اجيب محترف ما اجيبش محترف بالكواليتي دي بالسعر ده. احنا نرجع تاني ناخد الدقايق. لا دي معلومه يعني انا حبيت اقول بس يعني تمام. انا اي حاجه مع مصطفى شلبي. انا بالنسبه لي لسه في لعيبه المفروض تمشي. لازم الجزيري يمشي. تمام. لازم مهاب ياسر، ما اعرفش ازاي لحد اللحظه دي موجود. ايشو لازم يمشي. حازم اسامه يطلع شويه. مين حازم اسامه؟ يا جدعان ايوه مين زكي جمعه؟ مين يا جدعان؟ ايوه يا جدعان العيال الصغير. العيال الصغير ناشئين. طب سيف يمشي؟ سيف طبعا. طب انتوا استنى، انا كنت هقول سيف فاروق جعفر بس انتوا طلعتوا فجاه مش عارف. ايوه ما هو ده قصدي. ايوه الاثنين يمشوا. ماشي بقى. احنا عندنا السيفين عاملين كده. فالاثنين يمشوا. يعني ممكن سيف اعاره. ماشي. سيف اعاره. انهي واحد فيهم؟ الاثنين لا الاثنين. هو بيبص لي نظره اوعى. لا ما يعني ابو دي صحوبيه. طب اقول لك على حاجه عشان انا بتلكك بقالي فتره. لو سيف الجزيري فضل قاعد في الزمالك انا هخش اكلم الاكس اللي بقالي 6 سنين ما كلمتهاش. طب تراين ليه؟ طب يا سيف عشان انا بتلكك عايز اكلمه عشان انا حاسس ان هو فاهم. انا حاسس ان هو داخله هاتفيه في الحلقه. يعني انا فعلا بجد مش بهزر يعني رساله للاكس. انا حاسس ابعت له على الواتس دلوقتي اقول له الحق انا في واحد صاحبنا ابراهيمي. انا حاسس الجزيري مش هيمشي. ما اعرفش يا صاحبي. حاسس الجزيري مش هيمشي. يعني انا حاسس حتى لو جبنا مهاجم اجنبي
ان الجزيري قاعد في انا ما شفتش حد بتنحته. انا بقول لك، انا بتكلم جد، سبحان الله زي صاحبي. انا بكلمك بالامانه. انا حاسس ان الجزيري قاعد، ده يعني ده شعوري. اصل مصر فيها حاجه لا، حلوه، لان فاهم؟ هو الوحيد يعني فعلا ان لغايه دلوقتي يا جماعه والله العظيم الجزيري ده انا حاسس بنعمل بيات صيفي في فتره الانتقالات عشان ما حدش يشوف. لا والله العظيم بحس بيستخبى، يا رب ما حد يشوفني لحد ما الانتقالات تخلص ويبتدي يظهر تاني، فاهم؟ انت عارف السلحفه، فاهم؟ بيخش جوه ويقوم طالع تاني. والله لا يا جماعه، حد سمع اي حاجه عن، انا مش بهزر، انا بتكلم جد، حد سمع اي حاجه عن الجزيري؟ بص من غير ضحك والله في فعلا، في والله في عروض في الامارات، والله في حاجه، بس في حاجه في الامارات عاد عمل يعني في حاجه في الامارات، في حاجه في الامارات قريب ان شاء الله. بقول لك على سفريه لابو ظبي بس عشان ده ضحك وهزار. هو فعلا، بس الفكره في حاجه ان هو عقده في الامارات اقل من الزمالك، فهو في كلام بقى اساسا ان الزمالك هيديله سنه من السنتين، فاهم؟ اللي هو يعني انا مش هتكلم في يعني حسبي الله ونعم الوكيل. سيف مش هيمشي، سيف مش هيمشي. انت ادرى بقى، انت هتقول لي بقى معلومه من جوه، انت فاهم؟ سيف الجزيري مش هيمشي يا جدعان غير لما يتراضى ماليا على الاقل نص العقد اللي هو جدده اصلا معانا. هو اللي انا قلت عشان نبقى اللي هو عشان نبقى واضحين. قد ايه يا كابتن؟ عشان نبقى واضحين. ايه سنتين يعني؟ لا، الكلام في ارقام ماليه مش هقدر مش هقدر اصرف. مش هقدر اصرف. اقول لك ايه، مش هينفع هو بنص بمليون، مش هينفع 500 و500 هو خد بالك 500. سيف 010 خد بالك بيكلم تونس فليكسات، خد بالك لعيب، خد بالك يعني بيوفر لعيب كويس، عشان لو جه هنا مش هيبقى فيه شبكه اعرف اخطفه. 500,000 دولار يعني عشان امشي لعيبه اديله 500,000 دولار بالعقل يا اخويا، كله بالعقل. خديه عشره يعني. احنا طولنا قوي وانا تعبت قوي بصراحه، ومش عارف احنا في حاجه تانية هنقولها ولا الحلقه يعني مش عارف، اعتقد احنا كده كفينا وفينا يعني. اتمنى يعني ان اتمنى الجاي افضل يعني. ده كده اتمنى. محتاجين احنا محتاجين. طب انا عندي سؤال مهم، والله العظيم السؤال ده مهم جدا في الحلقه دي. السؤال، بص ده العفش بيقع، العفش بيقع هكذا. خد بالك السؤال ده. طب احمد عبد القادر، لا بس احمد عبد القادر لسه في سنه في عقده مع الاهلي يعني حتى لو هو عايز ولا اوت تيجي ولا ما يجي؟ لا هيجي طبعا. انا عايز احمد عبد القادر. اقول لك حاجه، انا بسال بجد، دي مهمه دي يا جدعان. هينفجر معانا احمد عبد القادر لو جه الزمالك شبهنا يا جدعان، هيكسر الدنيا، وهم عارفين انه لو جه الزمالك هيكسر الدنيا، وهو عارف انه لو جه الزمالك هيكسر الدنيا. لان اقول لك على حاجه، احنا بنحب نوعيه اللعيبه. ايوه شبهنا، ما انا بقول لك هو شبه الزمالك قوي. لا وهو حريف، والزمالك اسلوب لعبه كده. هو فعلا انا مش عارف، بس هسكت. بس انا طول عمري باخر 5-6 سنين دي في لاعب انا هتجنن من الاهلي ويجي الزمالك، يعني بيلعب حاليا في الاهلي وليه ذكرى زي الزفت معانا كزملكاويه، بس انا هتجنن. انا هتجنن لو يجي الزمالك. انا ما اتمناش ده لو جه الزمالك يا جماعه. احنا عايزين براءه. لا والله انا الواد ده يا جماعه من زمان انا بحب قفشه جدا صادق، برغم ان هو خلي بالك انا بحبه، برغم ان هو مرمط. هل احنا بنكره قفشه؟ لا انا لغايه اللحظه دي ما اعتقدش ان احنا كبني ادم والله ما بنكرهوش، ما اعتقدش ان احنا ايوه انا لغايه اللحظه دي انا مش عارف ارجع اتفرج على كوره تاني قبل كوره قفشه دي، يعني مش عارف ارجع اتفرج الكوره بنفس الطعم. بس انا بحب قفشه يعني، برغم ان هو لغايه دلوقتي خلاني ما احبش الحاجه اللي بعشقها زي الاول، بس انا بحب قفشه جدا. هو لعيب، هو كبني ادم غلبان جدا بصراحه. يعني ما تكره يعني، فاهم يعني؟ لا بس صعب. اللاعب الوحيد اللي كان في الاهلي، ولما كان في الاهلي بيتشتم وبيتغلط فيه ويا رب يمشي، وكل الناس مش راضيه عنه وبتقول له مالوش في الكوره، ديانج. لا مين قال مالوش في الكوره؟ اقسم بالله انا كنت بقعد مع ناس بتقول لك ديانج ده يرجع من الاخر بقى اللي مالوش في الكوره بجد بقى، وما اعرفش بقى كل الكلام ده هو حمدي فتحي بصراحه. في التجمع دلوقتي، قاعد في التجمع ربنا بجد والله بجد. حمدي فتحي ده قعد 4 سنين في الاهلي، جرينتا جامد مش عارف ايه، زي اكرم توفيق ومتضايق على طول، ما بيبتسمش. وقال لهم انا خلاص عملت كل اللي عليا، انا اروح بقى يعني افك الزنقه. راح الوكره، قعد سنه ولا سنه ونص، رجع انا هلعب معاكم كاس العالم عشان انا اهلاوي جدا، تمام؟ مع 15 مليون في 3 ماتشات. بعد كده جاله بيراميدز 120 مليون. مين في داون تاون؟ انا جاي لكم يا رجاله، انا في التجمع دلوقتي يا جماعه بصراحه. خلاص ما وكان بيلعب في المنتخب عشان هو في الاهلي. ما اعرفش بصراحه. بس يا جماعه اخر حاجه قبل ما نقفل، يعني بجد والله بقى، يعني اتمنى ان احنا الصفقتين 3 اللي باقيين للزمالك يبقوا كويسين. حاسس ان هم 4 يا عم، ال4 يبقوا كويسين عشان احنا مهاجم على مهاجم، هننافس فرق تقيله قوي. بيراميدز هيبقى مرعب، الاهلي لو عنده مشاكل ربنا يزيدهم من مشاكلهم يعني، بس برضه خلينا واقعيين، فريق مرعب. فرقه تمام. مودرن فيوتشر هيرجع يصرف وهيبقى فريق كويس، زد هيصرف وهيبقى فريق كويس. مصر يا راجل بيصرف. فكهرباء اسماعيليه جابوا نجم وجاب عمر السعيد فاهم، جاب الزمالك 2019 ونجم. فاحنا بصراحه داخلين على موسم صعب.
فاحنا محتاجين فعلا زي ما انتوا بتقولوا، بعيدا بقى احنا بنتناقش بنختلف بتاع، بس احنا فعلا عايزين عمق في السكواد وعمق كويس يا جماعه. الزمالك احنا دلوقتي في اللي انا بكلمكم فيه بعد الصفقات اللي ما خلصت، اللي هي بقى ادم كايد بقى بالاثنين بتاع نص الملعب 6. الزمالك دلوقتي محتاج بجد بجد، محتاج راس حرب اولويات، محتاج راس حرب اجنبي، محتاج وينج شمال، وينج يمين اجنبي، وينج يمين مصري، ومحتاج باك يمين. دي ما فيهاش جدال. شايف الزمالك محتاج ايه؟ انا محتاج وينج شمال، لان انا مش مقتنع ان رقم واحد وينج شمال. هتقول لي بنزا غير اللي جبناهم. هتقول لي بنزا، اقول لك مش مقتنع لا بنزا ولا مقتنع باحمد شريف كوينج. احمد شريف كمهاجم ماشي، يعني احنا عايزين وينج كمان شمال. انا عايز وينج شمال وعايز وينجين يمين، ايا كان بقى اجيبهم لي مصريين، تجيبهم لي محترفين، تجيب لي عبد الرحمن مجدي ومعاه واحد دكه، ايا كان هتجيب ايه. تمام. ومحتاج باك يمين ومحتاج مساك. يعني احنا محتاجين كده كراس الحربه. كراس حربه يا عم، لو مش هتجيب لي محترف قوي انا مرضي باللي موجود، بالثلاثه الموجودين خلاص. انا مرضي. حتى يا عم الجزيري يبقى مهاجم تالت ما عنديش مشكله، بس لو مش هتجيب مهاجم قوي هجيب لي واحد بقى في الهجوم زي بنزا والناس دي، يبقى ما تجيبش. بس مهاجم ده لازم رقم واحد مهاجم. ولازم مهاجم افريقي بقى محترف كبير، تمام، يقدر يشيل الفرقه، يساهم في اكتر من 20 جون في الموسم عادي، تمام. ده اللي يتصرف فيه، ما توفرش هنا، ما فيهاش بقى دي امكانياتنا، تمام. ده اهم مركز بالنسبه لي بصراحه. وينج يمين برضه ليه ارقامه التهديفيه، نعوض على الاقل اللي بيحصل في الشمال اللي احنا الله اعلم، ربنا سبحانه وتعالى يستر يعني في الاثنين اللي جايين. باك يمين كان نفسي احمد محمود ما يمشيش، بس تمام يعني ما عنديش مشكله لو باك يمين. اتمنى ما يبقاش نفسك في حاجه تاني بس يعني عشان انت لما بنفسك بتروح لحاجه بلاد احمد محمود نفسه كان عايز يمشي. لا انا مش معاه لسبب بسيط، ان انت لسه هتجري تعوض، فلسه قبل ما زودت هيدك عليك. انا عايز بس اقول لك ان احمد محمود مع احترامك انا كنت واحد من انصار انه يرجع، بس فكره ان انا باك يمين ده مركزي، وان انا اشوف واحد زي الزناري يلعب عليا في كل المدربين اللي جم بينزلوا الزناري باك يمين، وشحاته بيرجع يلعب باك يمين وانا موجود دكه بره، يبقى انا المشكله فيا مش في حد تاني. مهاجم وينج يمين وربنا تمام. احنا زي الفل. خير يا اولاد، خير يا اولاد والله. الحمد لله الحمد لله. طولنا عليكم جدا، انا اسف. مشاكل كتير جدا، انا اسف. احنا ما قلناش كل حاجه وما قلناش كل حاجه برضو، عندنا حلقات تانية كتير جدا. الزمالك لسه بنبتدي يا باشا، ده يعني الجاي اكتر، وانتوا لسه شفتوا حاجه. يلا شكرا لكم جدا. السلام عليكم.